اتعاملت مع الالمان ازاي بقى؟ انا كان السؤال نفسي اعرف. ليه ما اخدش خطوه؟ يعني لقيت شركه مكلماني كده على اوفر في المانيا، طب ليه ما اخدش الخطوه واعمل انترفيو واخش واشوف شركات تانية كمان مش الشركه دي بس. من الحاجات اللي كانت برضو اثرت عليا كتير لان انا قعدت الاربع سنين بتوع الكليه انا لسه مش عارف اطلع اشتغل ايه. عايز اقول لك انا كنت طالع وبقول ده الداتا ساينس ده اخر حاجه انا هشتغل فيها، يعني دي مش هو ده اللي انا عايز اشتغل فيه. خلينا طيب الأول نقول إيه هدف البودكاست ده بما إنها يعني أول حلقة. هو هدف البودكاست ده إن إحنا يعني نحاول نقرب شوية الصورة للناس اللي هي بره المجال ونفسها تخش المجال أو نفسها حتى تعرف عن المجال. تمام. ونبتدي ان احنا كمان نجيب خبرات زي حضرتك كده تقول لنا ازاي الداتا ساينس بيأثر فعلا في الشركات. فاحنا بقى ممكن ايه نبتدي كده تقول لنا الرحله بتاعتك بقى كده، يعني ممكن كويك انترودكشن الاول عنك وبعد كده بقى نبروسيد فروم. طيب تمام. يعني كويك انترودكشن. انا اسامه. سينيور داتا ساينس دلوقتي في شركه اسمها ليكسس نكسس هنا في برلين المانيا. يعني مينلي الشركه شغاله في بنعمل زي باتنت اناليسز او زي تحليل بيانات لبراءات، تحليل لبراءات الاختراع. فهي الشركه عندها زي داتابيس كبيره كده فيها كل براءات الاختراع، واحنا بنعمل بقى تحليل يعني احنا زي اناليتكس بلاتفورم للشركات التانية. يمكن الموضوع ده مش موجود في مصر قوي، بس فكرة ان يعني أهمية براءة الاختراع للناس وللشركات للألمان. من الحاجات اللي هي المهمة جدا اللي الشركات بتبقى مهتمة بيها كبيرة زي أبل وجوجل. إن أي اختراع أصلا أو أي برودكت الشركات دي بتبقى عندها بيبقى أصلا من 10 15 سنة هو كان بدأ ببراءة اختراع وتحول بعد كده لبرودكت مثلا بعدين. فهم بيبقوا مهتمين إن هم يعملوا أناليسز على براءة الاختراع دي عشان يعرفوا الكومبيتيتورز بتاعتهم بيفكروا في إيه وإيه هو التكنولوجيز اللي هتبقى ترند كمان 10 15 سنة. وفي الاخر لو انت جيت بصيت عليها يعني براءة الاختراع عبارة عن، يعني لو انت هتبص على موبايلك هتلاقيك تقريبا بتدفع الهاردوير نفسه قيمته الحقيقية مثلا ان انت بتدفع منها 40 ربع جنيه وهو يعني ب بالظبط. 1000 جنيه. لكن 60% من ثمن الموبايل نفسه براءة اختراع اصلا. يعني انت مم. بتدفع براءة اختراع اللي ورا الموبايل ده. وشركات مم. كبيرة يعني كنت اتفاجئت ان هي لسه شغالة حتى الان زي بلاك بيري مثلا ونوكيا، احنا ما نسمعش عنهم حاجة بس هم اصلا بيكسبوا من براءة الاختراع اللي هم كانوا عاملينها من سنين. ما يا بقوش بيعملوا. عايز اقول لك لسه شاريين موبايل نوكيا كده، بنحاول نعمل دوبامين ديتوكس. فموبايل نوكيا اللي هو ابو زراير ده اللي هو عارف بيتفتح ده كده، فيا دوبك قعد اسبوع وبعد كده قفل مش عايز يفتح تاني. زعل تقريبا. لا انا فعايز مش ارجعه. فانا عايز اسحب منه براءة الاختراع الحقيقي. ف- بس فعلا عندك حق والله. هم خلاص ما بقوش بيعملوا يعني برودكتس او حاجات للماركت دلوقتي، بس هم عايشين على براءات الاختراع اللي هم ادوها للشركات التانية يبنوا عليها موبايلات وحاجات تانية كده. فالموضوع شوية كان بالنسبة لي جديد بس يعني بنشتغل مينلي اناليسز على براءات الاختراع دي. وبرضه هي كمان لو انت فكرت فيها هي تكست، فبرضه بنعمل عليها زي NLP موديلز، summarization translation، برضو زي زي كلاسيفيكيشن او حاجات ان انت بتكستراكت تاجز من الباتنتس دي بحيث انها تبقى تعرف ايه هو من كلمه او اتنين الباتنت دي بتتكلم عن ايه وتقدر تخليها على سكيل. بس فده باختصار يعني طيب يمكن. جميل. احنا عايزين بقى ايه نبتدي بقى الرحله. انا عارف رحلتك طويله شويه فاحنا معانا وقت ان شاء الله. بس عايزين نبتدي بقى الرحله من الاول. انت كليتك كانت ايه بقى؟ كنت كمبيوتر ساينس ولا كنت ايه؟ هو انا كنت في الاول بصراحه حابب اشكرك على على الاستضافه الحلوه، يعني ان انت فكرت تستضيفني يعني في الاول ومبسوط قوي من الناس اللي انا فخور بيهم. يعني أنا لو هتكلم عن الرحله فانا اول شغل ليا كان في اتصالات كديتا ساينتست وكنا تقريبا اول تيم ديتا ساينس يتعمل في اتصالات. خلاص فاهم. كان التيم بتاعنا وانا جويند، كنت انت اوريدي في التيم ده. كنا يعني يعتبر انا برضو جويند في البدايات، ففخور اصلا ان انا برضو معاك هنا وببقى دايما متابعك على لينكد ان يعني. فمبسوط قوي بالبروجرس
فخر لينا وفكره احنا. ويا رب يعني يا رب الشباب كلها او كلنا نفكر بنفس التفكير، ان ليه لا ان كل واحد فينا يبقى عنده ستارت اب، وتبقى يعني الموضوع مش صعب، الموضوع بس محتاج ديديكيشن وكوميتمنت، بس العقليات نفسها والمهارات اوريدي موجوده عندنا. الناس اللي هي زي ياسر موجودين كتير، بس محتاجين بس البوش والشجاعه ان انت تعملها والله يعني. دعواتكم. فيا رب بالتوفيق باذن الله يعني ان شاء الله. يا رب، الله المستعان. جزاكم الله خيرا على الكلام الجميل ده. بس انا لو هبتدي الرحله بتاعتي، انا كنت اصلا كمبيوتر ساينس جامعه المنصوره، بس فقعدت هنا كنت يعني كمبيوتر ساينس جامعه المنصوره من الجامعات اللي الواحد اتعلم فيها كتير يعني. وكانت من الحاجات اللي كانت برضو اثرت عليا كتير، لان انا قعدت ال4 سنين بتوع الكليه انا لسه مش عارف اطلع اشتغل ايه يعني. برضو اعتقد دي من ضمن الحاجات كتير اللي الناس في الكليه بيواجهوها، ان انت بتاخد مواد كتير قوي وبتاخد حاجات مم. كتير، بس انت مش عارف انا هطلع هعمل ايه يعني، مم. او مم. او ايه اللي انا هطبقه في الماركت يعني. ودي من ده الجاب اللي عندنا ما بين الكليه والماركت عايز اقول بشكل. لك، انا كنت طالع وبقول ده الداتا ساينس ده اخر حاجه انا هشتغل فيها يعني، دي مش هو ده اللي انا عايز اشتغل فيه. سبحان اه الله يعني. حقيقي انا لما كنت يعني انا اخر سنه في الكليه كان في دكتور جاي من كان واخد دكتوراه من جامعه في انجلترا، وجه ادالنا كورس اندرو ان جي، هو الله يمسيه بالخير. ادالنا كده زي اول كام سلايد في الكورس ومشي يعني، هو خلاص هو انا عملت اللي عليا كده. ايوه ايوه. ف... فده فتح لي شويه طب ايه ده، وقعدت ادور وسيرش، وعرفت ان هو في كورس، وقعدت اذاكر ماشين ليرنينج لوحدي الاول، لحد في الاخر ما كملت يعني. انا لسه حتى اسم الدكتور فاكره، اسم الدكتور ايهاب عيسى، من الدكاتره يعني اللي اثرت حتى لو حاجه بسيطه، بس اثرت عليا جدا، وفضلت فاكر الكورس بتاعه حتى الآن. ولما طلعت بقى قعدت أفكر بقى طب إزاي أكمل بقى في الحاجة اللي أنا مش فاهمها دي. هو ادالنا 2 سلايدز كده وسابنا، اللي هو ايوه. حتى كان كورس اسمه كمبيوتر فيجن وخدنا فيه ماشين ليرنينج، فما كنت يعني أوكي بس هو ما كله كنتش. على بعضه كده يعني دخل على طول على الكمبيوتر فيجن، يا نهار ابيض. بالظبط ما كناش فاهمين قوي، بس أنا عجبتني الانترودكشن، واللي هو لا في حاجة هنا ممكن تكليك اللي هو يعني. اللي هو سحر الاي اي بقى، اللي هو أيوه بالظبط. اللي هو كان 2000 وكام ده ساعتها، ده 2016 ولا 2015 2015؟ ده يعني من لسه 10 الناس سنين تقريبا. مش عارفه اي حاجه عن القصه دي. يعني ما لا حتى ان انت كنت تلاقي بقى كورسيرا وتعرف تدخل. كان كورسيرا فعلا كبلاتفورم اندرو انجي كان لسه بادئ، عامل. لسه اندرو، السبيشاليزيشن بتاعته دي. يعني ما كانتش حتى اسمها سبيشاليزيشن، هو كان كورس كده لوحده، حتى كنت تقدر تدخل تتفرج على السلايدز بس على جنب كده من غير ما الفيديو. كان صعب قوي، حتى الفيديوهات القديمة هو رفعها على اليوتيوب لوحدها، وعمل فيديوهات حتى جديدة وإيديت جديد للكورس. بس فدي يمكن من الحاجات الحلوه اللي انا برضو كانت في الكليه، ان انا ما كنتش يعني كان لان مش عارف اطلع هعمل ايه، فكنت بذاكر كل المواد يعني. كل حاجه قدامي كنت بذاكرها، كل حاجه قدامي كنت بحاول ان انا استفاد منها، يمكن هو ده الحاجه اللي هتاخدني يعني. وده برضو من الحاجات اللي بقولها لكل الناس اللي بتسالني دلوقتي اعمل ايه وانا جوه الكليه. اول حاجه ابدا باللي عندك، حاول على قد ما تقدر تستفاد بيه، حتى لو الكورس مش بيكفر كل حاجه يعني. زي ما بقول لك مثلا كورس زي بتاع اندرو ان جي او الكمبيوتر فيجن، هو ادانا 2 سلايد، بس انت ممكن لو دورت وسعيت هيوصلك لحاجه تانية اكبر ممكن يعني. الكورس ده حتى الان بقاله 10 سنين، لو دخلت على اي بري ريكويزيت لاي حد حوالين العالم هيقول لك ابدا باندرو ان جي. علامه في المجال يعني. فمش لازم يكون المادة اللي عندك هي بيرفكت بتتدرس في الكلية، بس ممكن تفتح لك على حاجة تانية. فدي من ضمن الحاجات الحلوة يعني، اللي الواحد يمكن كنت تايه فكنت بخبط في كل حاجة، اللي هو داخل بذاكر كل حاجة يعني. بس وبعدين بقى تعبت شوية بعد الكلية إن أنا أدور وألاقي طب إيه بقى يعني خلاص طب أنا حابب الحتة دي، بس فين؟ مفيش طبعا. الشركات كتير ما كانتش موجودة في مصر في الوقت ده شغالة ماشين ليرنينج أو حتى كونسبت الداتا ساينس يعني. شركة زي اتصالات زي ما احنا بنتكلم لما احنا بدأنا نعمل فيها التيم بتاع الداتا ساينس، لو تفتكر كانت في أواخر 2018 أو تقريبا أو أواخر 2019 كمان. يعني هو بدأوا في اول 19 او في بالظبط. نص في نص 19. بالظبط كان يعني، لكن 2016 كان الموضوع لسه بادئ حتى ايوه الشركات. ايوه صحيح. فكان الجاب حتى كمان أكبر من باقي المجالات. دلوقتي.
فقعدت ادور لحد ما عرفت ان في ديبارتمنت في الاي تي اي بيدي بقى داتا ساينس وبيج داتا اناليتيك. فتمام، هو ده بقى هحاول ادخل اشوف بيقولوا ايه او كده بس. فدخلت حطيت، انت كان في الاي تي اي ليك 3 رغبات، يعني انت بتدخل مثلا كذا كذا حاجه، اللي هو هم عندهم كذا تراك، وانت بتحط 3 تراكس، بتدخل تعمل انترفيو في ال3، واللي بتتقبل فيه بياخدوا على حسب البريوريتي. يعني انت اتقبلت في الاول خير، ما اتقبلتش بتروح التاني، ما اتقبلتش بتبقى زي رغبات كده في التنسيق. انا دخلت حطيت داتا ساينس بس، وهو ده اللي انا عاوزه، لو يا داتا ساينس يا لا. ما حطيتش الرقمتين التانيين. دخلت على الانترفيو، انا فاكر بتاع الاتش ار قال لي هحط لك اي حاجه، انت مش هترجع بلدك تاني. وانا قلت له لا، يعني هو يا داتا ساينس يا اما هطلع ادور على شغل، هذاكر لوحدي وادور على شغل، بس مش يعني هو يا داتا ساينس خلاص هي لبست في دماغي هكمل داتا ساينس. وفعلا الحمد لله يعني ربنا كرم، ودخلت الاي تي اي اللي هو تراك 9 شهور، كان داتا ساينس وبيج داتا اناليتيك. وكانت من الحاجات اللي بدات تفتح عيني بقى على كمان ان انا يمكن كنت طالع من الكليه كان فيها ماشي مواد ومذاكره وكده، بس من ضمن الحاجات اللي فتحت عيني قوي على فكره السوفت سكيل، ان الاي تي اي من اقوى الحاجات اللي فيه ممكن ما تكونش التكنيكال على قد ما هي السوفت سكيلز. ان هو بيعلمك بقى يعني ايه كوميونيكيشن، ويعني ايه برزنتيشن سكيلز، ويعني ايه كوربريت بيهيفير، وازاي بتفكر انت كشركه يبقى ليك تاثير جوه الشركه، والار او اي بتاع اليوز كيسز اللي انت شغال عليها. فكانت بالنسبه لي كونسبتس جديده تماما بعيده عن التكنيكال خالص بقى. بس انت كنت دخلت الاي تي اي اللي هي 9 شهور صح؟ انا مش دخلت 4 شهور. يعني بس هو 9 شهور لسه شغاله دلوقتي صح؟ انا حاسس ان هو دلوقتي بقى في ناس كتير خريجين اللي هم ال4 شهور. بقوا بيعملوا حاجات زي ميني تراك تقريبا او حاجه، فبقى وبصراحه بحس بفرق كواليتي شويه يعني خريجين 9 شهور مختلفين شويه عن ال4 شهور يعني. الكونتنت اكيد طبعا في فرق كبير، لان انت 4 شهور، ال9 شهور كمان بتبقى مضغوط. يعني انا فاكر ان احنا في ال9 شهور دول كنا ساعات بنروح الساعه 9 الصبح نبدا محاضرات، نروح 9 بالليل. يعني انتوا اصلا يعني كنتوا زي فول تايم، يعني بتروحوا 5 مرات في اليوم ولا كنت في الاسبوع ولا؟ كنا بنروح من 5 ل6 ايام في الاسبوع. وممكن يبقى عندك في اليوم الواحد 3 محاضرات، كل محاضره 3 ساعات، ف9 ساعات. لا لا صعب قوي. فرق في الكونتنت كبير. بس وفكره ان هو كمان بيركز على السوفت سكيلز قوي جوه البتاع. يعني خدنا كذا كورس سوفت سكيلز. كورسات كامله ديديكيتد للسوفت سكيلز زي ايه يعني مثلا؟ يعني كنا بناخد برزنتيشن سكيلز، كنا بناخد كوميونيكيشن سكيلز، كنا بناخد ماركتنج وحاجات كده. مش فاكر كل الكورسات، بس دي مثلا 3 كورسات من اللي كانوا من الكورسات اللي كنا بناخدها هناك. كورس ديديكيتد كده برزنتيشن سكيلز، كورس ديديكيتد ماركتنج بتاع. بالظبط، كورس ديديكيتد انجلش، بس ان هو اكتر من كورس كمان انجلش كنا بناخد كذا كذا ليفل. فان انت بيأهلوكوا بجد لسوق العمل بصراحه. بالظبط، ان انت ازاي بتقف. حتى كنا بنعمل برزنتيشنز وناخد عليها فيدباك، وازاي تتكلم عنها، وازاي ووقفتك ازاي صح، وايه الكلام اللي انت تتكلم فيه، والبرزنتيشن بتاعتك السلايدز نفسها تبقى شكلها عامل ازاي. فكانت من الحاجات يعني حتى ابسط التفاصيل كانوا بيركزوا عليها. دي من الحاجات اللي فرقت معايا جدا بقى، اللي هو فتحت عيني كده على حاجة تانية، اللي هو يا جماعة مش إن أنا أطلع بعمل موديل بيجيب 99% accuracy هو ده الصح. لا، ممكن تعمل موديل ب 60% accuracy بس بيعمل ريفينيو للشركة، ده أحسن 100 مرة من إن أنت تقعد ليل نهار شغال على حاجة تانية. وإزاي فكرة أنت يبقى عندك كمان تعمل ريزلت وتعرف تعمل لها كوميونيكيشن، يعني إزاي تقدر. ما كنت لسه اقول لك انت ممكن تقعد تتعب قوي قوي قوي، وبعد كده في اخر 10 دقائق في المشروع بسبب ان انت مش عارف تعمل برزنتيشن كويس، يقول لك يعني شكرا السلام عليكم. بالظبط، يعني لو انت يعني انت تعبت وعملت كل حاجه، بس مش قادر تلينك مع البيزنس، مش قادر تلينك اللي انت عامله ده مع البيزنس. لان انت في الاخر احنا مش بنعمل ريسيرش بيبر هتتنشر، لا احنا عاوزين حاجه الكاستمر بتاعنا يستفاد بيها، وحاجه
تطلع الشركه لقدام. فتاثير الداتا ساينس على الشركه دلوقتي بقى كبير قوي. انت محتاج ان انت دايما تلينك مع البيزنس وتسهل له الدنيا. فدي كانت من الحاجات الاي تو اي بصراحه ليه فضل كبير عليا في الحته دي، وما كنتش مهتم بيها في الكليه يعني. بس فرقت معايا جدا. وبعدين بقى طلعت من الاي تي اي على اتصالات زي ما على قلنا. القرار بقى على طول. اه يعني على طب طول. احنا ممكن مثلا قبل ما نسيب بقى المرحله دي، يعني دلوقتي انا مثلا راجل عايز اعمل مثلا شيفت كارير حلو، انا ما عنديش الاي تي اي، او يعني ايا كان ما عنديش اوبشن الاي تي اي، عشان بس الناس ما تحسش ان ان هو يا اي تي اي يا ما فيش. يعني هل مثلا الحاجات دي انا ممكن اتعلمها لوحدي من غير الاي تي اي ولا لا، وسهله ولا صعبه؟ واخد بالك يعني ازاي المرحله دي اعديها بشكل ان انا اعرف اتاهل بالقوه دي وادخل الشركات الكبيره دي، واخد بالك؟ يعني انا لو هفرق ما بين اتنين، يعني احنا ممكن يكون عندنا نوعين بيبداوا المجال يعني بناء على خبرتي او اللي انا شفتهم اشتغلوا معايا. يا اما ناس فريش جراد خارجين من كمبيوتر ساينس اوريدي، او هندسه كمبيوتر، فهم اوريدي عندهم الباك جراوند دي، بس لسه عايزين ينقلوا فكره ان هم يبداوا شغل، او ناس بتعمل شيفت كارير هم اوريدي كانوا شغالين في مجال تاني فدول بالنسبه لي اتنين مختلفين شويه ازاي يبداوا الكارير، او ممكن يكون ما بينهم حاجات مشتركه بس في الاخر بيبتدوا الطريق من نقط مختلفه. لان لو انت جوه الكليه، او انت يعني فريش جراد عموما، او لسه اندر جراد كمان، زي ما قلت ان انت تبدا الاول تهتم باغلب المواد اللي عندك او بكل المواد اللي جوه الكليه تذاكرها، وتحاول انت تدور حتى لو الكليه مش بتساتسفاي الحته دي، او ان لا الماده دي مش عارفين يشرحوها، حاول ان انت على قد ما تقدر تدور وتعمل لحد ما تستفاد بكل حاجه بتاخدها، لان ده الايدج بتاعك عن اي حد تاني. المواد اللي انت تاخدها جوه الكليه في كورسز كتير اونلاين موجوده، بس الكريكولوم نفسه اللي عندك جوه الكليه ما حدش تاني عنده، او الوقت اللي انت خدته جوه الكليه ان انت معاك 4 سنين بتذاكر بس كمبيوتر ساينس، عكس حد تاني ممكن يكون كان بيدرس حاجه تانيه. الايدج ده مهم جدا، وفرصه ما تفوتهاش انك تذاكرها. فكره السوفت سكيلز اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعت الاي تي اي، انا كان معايا ناس كتير قوي كمان شاطره ويمكن اكتر يعني مني، حتى بعد الاي تي اي كانوا داخلين بسوفت سكيلز قويه جدا اكتسبوها من الستودنت اكتيفيتي والهاكاثونز والحاجات دي اللي هي جوه الكليه. بصراحه انا برضو دي من ضمن الغلطات اللي انا ما كنتش مهتم بيها جوه الكليه، اللي هو دي ناس بتلعب، لكن انا راجل بحضر محاضراتي كلها وبقعد في البنش الاول وخلاص. مش بقول ان ده غلط، بس معاه ان انت تبقى عندك اكتيفيتيز تانية، وازاي الناس دي كانت بتعمل برزنتيشنز جوه الكليه، وكانت بتعمل اكتيفيتيز، وكانت بتعمل هاكاثون، ودي من الحاجات اللي اثرت جدا في السوفت سكيلز بتاعته، ان هو قادر انه يكوميونيكيت الافكار بتاعته، ويقنع مثلا الناس في الكليه بالاكتيفيتي ده ويعملوه. يمكن ده على سكيل صغير، بس في الاخر انت بتشوف الامباكت بتاعه على البرسوناليتي بتاعتك لما بتشتغل في شركه. حاول على قد ما تقدر في الانترنشيبس ان انت ما تفوتش اي اجازه صيف من غير ما تدخل انترنشيب، ان انت تفهم الشركه نفسها شغاله ازاي ومتقسمه ازاي، ومين وايه ايه الهيراركي اللي جوه الشركه. فكره الانترنشيب دي من الحاجات المهمه جدا اللي بتفرق برضو معاك بعد ما بتخلص هو بتدخل بص تاني. انت كده يعني برضو بتدوس على حته بتوجع الناس جامد جدا. يعني ليل نهار الناس تقول لك انا عايز انترنشيبس، انا عايز انترنشيب يا باشمهندس. طب يا جدعان، انت ما الانترنشيبس يعني قليله شويتين والناس مش لاقيه فبرضو ده تحدي جامد جدا ان هو يلاقي انترنشيب. وللاسف برضو ساعات ناس كتير بتقعد تدور على انترنشيب انترنشيب انترنشيب، بس الناس دي يمكن بعد الكليه شويه وبتنسى ان هي ممكن تقدم على شغل على طول. بس فعلا في خلال الكليه يعني اظن هيبقى الانترنشيب اسهل من الشغل يعني. بالظبط. والناس يمكن بتفوق لفكره الانترنشيب دي شويه متاخر يعني. مم. يعني انت المفروض تبدا تقدم على الانترنشيب مثلا من نهايه الترم الاول، انت بتاخد مم. الترم الثاني كله انت بتابلاي في كذا شركه، وبتبعت السي في بتاعك، وبتدخل انترفيوز، وبتاخد فيدباك، وبتضيف في السي في بتاعك تاني وتاني. فانت وممكن تبدا كمان من سنه تانية كليه يعني. مم. لا لسه ما خدتش حاجات كتير، ولسه انا مستني ثالثه ورابعه لما اتخصص مثلا. لا انت بتاخد حتى مهاره الانترفيو، ان انت تدخل انترفيو وتترفض، دي مم. مهاره في حد ذاتها. وبيديك كومنت على السي في بتاعك، يعني دايما سيك فور فيدباك. طب انت ايه رايك في السي في بتاعي؟
دي فرصه، الراجل دخل وقعد معاك، لا والله السي في بتاعك كان عندي النقطه دي ودي انت محتاج تغيرها. حتى لو انا في سنه تانية كليه وخدت فكره ان انا اقعد واعمل سي في انا مش فاهم احط فيه ايه، بس هقعد افكر واحط فيه واشيل واعمل واحسن لحد ما اوصل لثالثه ورابعه هبقى جاهز ان انا ادخل انترنشيب. حتى ايوه. لو هم زي ما انت بتقول فرص قليله، بس هبقى انا سابق شويه بحاجات معينه لانها ابتديت بدري فاقدر اعملها. ولو ما دخلتش انترنشيب في هاكاثونز، في حاجات مم. تانية كتير تقدر انت تدخل فيها، في ستودنت اكتيفيتي اوريدي موجود عندك، زي انا فاكر كان اللي هي زي بتاعت جوجل ومايكروسوفت واللي مم. هي الامباسدور. ايوه، كان عندنا في هندسه عين شمس حاجه اسمها زيرو 1، حاجه زي كده. كانت برضو هي يعني عارفه اللي هو يعني زيرو 1 يقصدوا يعني بتاعت الكمبيوتر يعني. فهي كانت اه مخصوصه بقى بتوع بيقعدوا يعملوا بقى هاكاثونز ويروحوا المسابقات بتاعت البروجرامينج ومش عارف ايه والحاجات دي يعني. بس الواحد بصراحه انا كنت في الكليه منفض ليه يعني للاسف برضو ايه زي ما انت بتقول كده اللي هو فجاه ايه ده الناس راحت انترنشيب في الشركه مثلا شركات كبيره. اه طب انتوا قدمتوا امتى يا جدعان؟ طب اقدم دلوقتي؟ لا خلاص كل سنه وانت طيب التقديم قفل. الله طب ما حدش قال لي ليه يعني بالظبط. فزي ما انت بتقول الواحد المفروض كان يقدم من زمان يعني. أنا فاكر ان انا خلاص بقى اما اخلص بقى الكليه هبتدي بقى اشوف بقى يعني اقدم بقى. بس لا وانت بتدرس المفروض بتقدم يعني. اه يعني قبل حتى ما توصل لفكره الاجازه، يعني اجازه جت وانا هبدا اقدم، لا الناس بتبقى اوريدي قدمت خلاص خلصت وقالت خلاص هو هيبدا، بس في الاجازه هيروح يشوف بقى هيروح الشركه ازاي وكده. اي 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 اي. فدي يمكن طيب الحته. احنا عايزين بقى اول جوب بقى دي مش عارف هل مثلا كان في بروسيس معينه في الانترفيو في اتصالات او كده، ولا هم يعني عارف طبعا هم بيبقوا واثقين جدا في ITI اخدوك على طول. فلو في مثلا انترفيو بروسيس معينه تقول لنا كده يعني الناس نفسها تفهم. انا دلوقتي لو جيت ادخل انترفيو زي في اتصالات او في فودافون، انت اشتغلت بعد كده في فودافون، ايه اللي ممكن اتسأل فيه؟ ازاي احضر نفسي؟ هم بيدوروا على ايه؟ فاهمني؟ مم. وهكذا يعني. وبرضه حته ان هم يشوفوا السي في بتاعي ازاي ممكن يعني. الناس بتقعد تقدم كتير قوي بس في الاخر ما بيجي لهمش اول انترفيو. هم نفسهم بس يخشوا انترفيو يقول لك انا لو دخلت انترفيو هقطع الدنيا بس ايه ادوني فرصتي يعني. بس للاسف ما حدش بيكلمه، بيقعد يقدم ما حدش بيكلمه. مم. فدي كلها برضو يعني ايه حاجات كده شاغله بال الناس اللي عايزه تخش المجال يعني. بص هو يمكن يعني انا قدمت بعد ما خلصت الاي تي اي. بعد ما خلصت الاي تي اي كان بيعملوا لنا حاجه اسمها جوب فير كده، ان في كذا في شركات كتير يعني. برضه لو هقول الانترنشيب برضه بتفيدك في حته ان انت بيبقى عندك خبره الانترفيوز شويه، بس برضه حق يعني. كان عندنا بعد الاي تي اي جوب فير فبيجي لنا شركات فيه كتير، هم زي بيبقى نظام بوثس كده، انت كل شركه بتخلص وتدخل انترفيو اللي بعده وهكذا مم. بالدور. فدخلت شركات كتير قوي، عملت انترفيوز كتير قوي، وفي الاخر مثلا يعني فاكر ان انا عملت مثلا بتاع 20 انترفيو. يا اللي بيجي لك منهم ان انت مثلا آه. بتبدا بقى ايه، من 20 انترفيو منهم 10 بيكلموك تاني على سكند انترفيو، من مم. 10 في اتنين بس اللي بيدخلوك اتش ار انترفيو، من مم. اتنين مثلا انت بيجي لك في الاخر ممكن يجي لك اوفر او اتنين بس في الاخر مم. يعني. مم. وده بيرفلكت برضه على الحياه الواقعيه حتى بره الاي تي اي، ان انت مش هتقدم على شركه او اتنين هتجيلك على طول، لا يعني. مم. انت المفروض كل يوم عندك كده تاسك في اليوم ديديكيتد ان انت هتقدم على 10 15 مم. جوب. وبتشوف بقى مين فيهم هيكلمك ومين لا. بنسبه كبيره ما حدش هيرجع لك لان الموضوع ايوه بيبقى صح. يعني وهكذا بقى بتفضل كل يوم انت عندك تاسك كده بتقدم بيها، وبعدين بتشوف بقى اخر اليوم الدنيا هتمشي ازاي. وبس فكرة برضو ان انت تهتم بالسي في بتاعك، يعني ان انت تشوف ايه هو السي في بتاعك ازاي تعرض فيه السكيلز بتاعتك، والسي في مكتوب ازاي. دي من الحاجات المهمة اللي في دلوقتي ويب سايتس كتير بتعمل كاننج، وتشوف الويب سايتس دي اصلا الشركات الكبيره بتستخدمها. يعني هو اوريدي بيعمل سكان دلوقتي، ما فيش حد بيقعد يقرا السي في بنفسه. اغلب الشركات لو انت بالذات لو بتقدم على شركه كبيره هم بيعملوا السكور ده على طول، يدخل السي في بتاعه ويعمل سكور. فالحاجات دي موجوده كتير دلوقتي بقت اونلاين، ان انت تعملها وتشوف السكور بتاعك قد ايه. لو السكور بتاعك عالي وبرضه ما بتتقبلش، ممكن تبدا تبعت السي في بتاعك لناس سينيورز او مم. حتى ناس شويه خبره في المجال على لينكد ان،
ان انت تبدا تستاذن الناس، ممكن ابعت لك السي في بتاعي تراجعه، انا مش قادر انا عارف انت مثلا بتعمل انترفيو في الشركات دي. فده برضو فكره لينكد ان هو من البلاتفورمز المهمه قوي ان انت عندك اكسس لناس كتير. ابعت برضو للناس دي، فيهم ناس كتير قوي. يعني انا في ناس بتبعت لي، في ناس بتبعت كمان لسينيورز تانية زمايلي، ويعني حتى لو مثلا في كذا حد بعت لي، انا ممكن ادخل اراجع اكتر من واحد ويبقى عندي كومنتس سريعه. لا ممكن تغير واحد اتنين تلاته. فده برضو طريق تاني فكر فيه لو السي في بتاعك الاول دخله على الاوتوميشن ده، بحيث انه يديك الاول فكره، وبعدين ممكن تبعته لحد امم خبره في المجال. ايوه ايوه ايوه. طيب الانترفيو نفسه بقى، انا مش عارف بقى طبعا انت هتفتكر ولا لا، بس انا طبعا ده كان من سنين طويله. بس يعني مثلا اختبروك في سيكوال، اختبروك في، انا نفسي بصراحه مش قادر افتكر لا افتكرت، انا قعدت معاهم بتاع 3 4 ساعات انترفيو. بس اظن ما كانش فيه تيست ساعتها، صح؟ مش عارف، بس اظن ما دلوقتي كان الوضع اتغير يعني. دلوقتي بقت الشركات شويه تهتم بفكره ان هو بيبعت لك تيست كفلتريشن في الاول، لان هم كانوا لسه مش قادرين يلينك ما بين فكره الداتا والبروجرامنج، او ايه التاسك اللي انا ممكن اديها له يعني. كان فهو بيخش يقعد يدردش معاك في انترفيو بقى طويله بالظبط ان هو بيبقى مهتم اكتر بطريقه تفكيرك عن بيبقى يعني لو بالذات لو انت مقدم داتا اناليسز وداتا ساينس، كان الانترفيو اكتر بيبقى مهتم بطريقه تفكيرك. هو انت لما هديك يوز كيس معينه، او انا مثلا هشرح لك مشكله حقيقيه عندي جوه الشركه انا بواجهها كل يوم، وانت كداتا ساينس او كداتا انا اناليتكس انت هتفكر فيها ازاي. مم. مم. فدي من ضمن الحاجات اللي هي بتبقى مهمة قوي. هو بيبقى بيقعد بقى معاك كده واحدة واحدة، يعرف انت هل هتفكر فيها صح ولا لا، قبل حتى ما هو يشوف البروجرامينج سكيلز بتاعتك او التكنيكال سكيلز عاملة ازاي. فدي من السكيلز المهمة قوي، ان انت هتفكر في المشكلة وطب هتحلها، طب هيبقى في ورك اراوند، طب انت ايه هي الأسئلة اللي انت بتسألها اصلا جوه الانترفيو. فدي من الحاجات اللي هي المهمة قوي اللي ناس كتير برضو بتغفل عنها. مم. مم. ان هو برضو مهتم قوي ان هو يذاكر سيكوال وانا لو احسن طريقه هكتب بيها سيكوال عامله ازاي. بس الداتا ساينس والداتا اناليتكس مش بس كده يعني، لا مم. في كمان طريقه التفكير فيها مهمه قوي. ودي برضو من الحاجات اللي هي انت ممكن برضو تحضر لها، يعني هي مش مجرد ان انت انا كنت واحد. عايز اسالك بقى، دي صعبه شويه تحضيرها بقى، ممكن تتعمل ازاي يعني؟ يعني ماشي، في ناس موهوبه، في ناس مم. شاطره في الحته دي، جفتد زي ما هي بنقول. يعني اكترها تعلم يعني، لان هي اصل انت بتحضر على الداتا ساينس، وانت عمرك ما اشتغلت داتا ساينس قبل كده. ف يعني انا فاكر فعلا في الانترفيوهات يقعد يقول لك طب افرض جالك الكيس الفلانيه، طب انت هتفكر ازاي، طب مش عارف هتعمل ايه. فكنت بخبط يعني، انا بالنسبه لي حسيت ان انا اتدربت في الانترفيوهات، فاهمني؟ ده جزء من ودي احد الطرق يعني، بس هل في طرق تانية ممكن احضر نفسي بيها؟ اه اكيد. يعني احنا يعني احنا قلنا كذا مره فكره الهاكاثون دي، ان انت في امم بقى دلوقتي في كميه داتا هاكاثونز كتير قوي، ان انت تدخل وتلاقي شركات هي اللي بتسبونسر الهاكاثون ده، وبيدي لك ريل داتا من الشركه عندهم، ان انت تقعد بقى تدرب الداتا، او ان انت تقعد تعمل عليها اناليسز او داشبورد في الاخر. يبقى هو ده الديليفربل المطلوب منك في اخر الهاكاثون، يعني انت تعمل داشبورد وهو عايز يشوف افكار ازاي. ودي من الحاجات اللي هي القويه قوي، ان انت تبقى داخل برضو حتى الهاكاثون انت داخل تتعلم، ده هدف الاول. انا مثلا في جايزه 10000 جنيه انا عايز اخد، يا اخد الجايزه يا ايه ده انا خسرت همشي واسيب الهاكاثون واروح. لا خالص، انت داخل مثلا بيبقى عندك 20 30 تيم ب 20 30 فكره، انت ممكن تتعلم منهم في هاكاثون واحد بس يعني. تكونش خلصت نص البروجكت او عملت نص داشبورد مثلا او عملت نص اناليسيس، بس في تيمز تانية ممكن تقعد تسمع البرزنتيشنز بتاعتها وتفكر وتاخد نوتس وتتعلم منهم كلهم هم فكروا ازاي ووصلوا لحل ازاي. فده طريق. في افكار كتير بقى اونلاين، ان في ناس كتير دلوقتي بقت على اليوتيوب مثلا بيقول لك تعالى انا معايا عندي داتا وهاخدك في رحله ازاي مثلا عملت الاناليسز ووصلت للداشبورد. فانت بتفضل معايا طول البتاع، ومهم قوي ان انت مش مجرد انت تسمع الفيديو وانت قاعد نايم لا وخايف. لا، عايز اقول لك يعني حتى في داتا سكول الناس تخش المحاضره، يا جدعان يلا بقى افتحوا اللابتوبات وحلوا معانا.
بس معلش يا باشمهندس انا داخل بالموبايل يا جدع، طب داخل تعمل ايه بالموبايل؟ ايوه. للاسف بقى. لا، من الحاجات المهمة إن أنت تطبق مم. كمان، يعني بعد ما مم. تخلص الفيديو يعني ممكن، يعني في ناس كتير بقى بتعمل فيديوهات ساعتين وثلاثة على اليوتيوب، هو بياخدك خطوة بخطوة كده، فأنت مش مجرد إن أنت سمعت الفيديو وخلاص قفلت وأنا كده تمام هي جوه دماغي، لا، مم. لازم تداونلود الداتا وتشتغل عليها بإيدك، فده وتشوف هو فكر إزاي أو إيه الطرق اللي هو مم. خدها، فكل دي مهارة أنت بتكتسبها بالتدريب. مم. مم. وطبعا من اكتر الحاجات اللي هي بقت دلوقتي مهمه، زي بقى في بدايل للاي تي اي، اللي هي فكره انت يبقى عندك منتور زي داتا سكول او زي ناس تانية، برضو بقت في ستارت ابس كتير. كنت عايز اقول لك يعني يمكن شفتهاش في مصر قوي، بس شفت اجانب عاملين كده، يمكن هو بيزنس كامل او شركه كامله، ان هو يعمل لك موك انترفيو. تعالى همثل ان انا بعمل لك انترفيو وانا خبره في شركات كذا كذا كذا، ويعمل لك حته الموك انترفيو دي، وتخشوا مع بعض بقى ويقعد يسالك على اليوز كيس وكده وتقعد تتدرب. بس طبعا يعني غاليه جدا كدولار يعني. مش عارف بقى في مصر اذا كان في حد بيعمل حاجات زي كده ولا لا، بس ممكن حاجات ناس اشخاص يعني، او مش عارف لو انت تعرف ناس برضو يا ريت تقول لنا برضو. في دلوقتي كوميونتي اسمها منارة، امم. بيأهلوا الناس برضو بيدخلوا يعملوا زي بير انترفيو، يعني انت ممكن تدخل تعمل انترفيو لحد، يعني بتجمع زي بوينتس كده ان انت تعمل انترفيو لناس وناس يعملوا لك انترفيو، امم. وتاخد فيدباك منهم، يقول لك مثلا انت كنت هنا شاطر في الحتة دي او لا، وبتاع، وبيأهلك لحد ما توصل مثلا لشركات كبيرة زي امازون وفيسبوك وكده. ده حاجه محترمه جدا. دي فور فري ولا فممكن الناس تسيرش عنها. الحاجات دي عايزين يعني بعد حلقة كده ايه نحاول نجمع شوية لينكات كده، يعني الهاكاثونز اللي احنا اتكلمنا عليها على منارة على مش عارف ايه الحاجات دي، والناس تستفاد منها ان شاء الله. ممكن نحطها مثلا في الديسكريبشن او حاجة زي كده. خلاص هحاول هبعتها لك برضه بعد يا ريت يا ريت. طيب احنا عايزين بقى، طيب انت خلاص الحمد لله دخلت الصالات، لو قلنا بقى يعني اول شغل ليك، ايه التحديات اللي بتواجه الواحد في اول شغل؟ يعني الموضوع ده برضو عندي يعني ايه القصص والذكريات الكتير يعني. فعشان الواحد ما يفضلش كتير في الدايرة بتاعة الجونيور اللي هو تايه في الدنيا دي في جوه الشركة، او يعني يستراجل كتير في الشركة، برضو عايزين كده ايه يعني بناء على تجربتك ايه النصايح لو انا لسه في اول جوب ليا يعني ازاي ان انا انجح فيها او اتفادى الاخطاء الشائعة يعني. يمكن في الاول برضو قبل ما ندخل لفكره الشركه، برضو في ناس كتير قوي بتقعد برضو تسال على فكره ان هو انا ادخل ستارت اب ولا كوربريت كبيره مم. ولا بتاع، برضو دي من ضمن الحاجات اللي في ناس كتير بيقعدوا برضو تايهين في الحته دي قوي، ويقعدوا يخبطوا برضو في الحته دي، اللي هو انا مش عارف طب إيه اللي هخش، طب وايه ايه ميزه دي عندي وبتاع والكلام ده. فاكيد في الاول ابدا، ايا كان لو جالك اوفر خده وتوكل على الله. على طول ها يعني. اصل الموضوع ده برضو بيعصب الواحد يعني. ساعات بقى في واحد بيجي يقول لي يا باشمهندس انا جالي اوفر في شركه وشركه صغيره وهيدوني مرتب كده مش عارف اقل من 10000 جنيه يعني. هو حاسس هم ضاحكين عليه يعني. فانا بساله سؤال، طب انت دلوقتي حاليا بتعمل ايه؟ يقول لي انا قاعد في البيت. قلت له طب يعني تقعد في البيت ولا تروح تنزل تشتغل في شركه بمرتب قليل يا سيدي، ويكونوا هم ظالمينك يا سيدي مفيش مشكله، بس يعني انزل ويعني خد خبره يعني. فهو في ترند برضو اللي هو ايه ما حدش يضحك علينا وبتاع، فانا اقعد في البيت احسن بكرامتي يعني، حاجات زي كده يعني. بالظبط يعني. فهو لا انت خد الاوفر على طول. انت لو بتقول انت تدفع فلوس عشان تعمل زي ما انت بتقول موك انترفيو، بتدفع فيه فلوس، اه او تدفع فلوس لحد يرجع لك السي في بتاعك، تخيل بقى لو انت بتشتغل يعني، ده لو انت هتدفع لهم فلوس في الاول بالذات كفريش، لان انت في اول رحلتك بتبقى لسه الدنيا انت يعني ماشي، عندك تكنيكال سكيلز قويه قوي، دي الحته اللي هنتكلم عليها يمكن لما انا دخلت اتصالات، ان انت عندك تكنيكال سكيلز بس ما عندكش فكره البيزنس نوليدج خالص، ان مم. انت مهما انت دخلت هاكاثونز وعملت انترنشيبس والكلام ده كله، بس فكره ان انت تبدا بتخبط في حته البيزنس بقى، ان مم. انت ايه بقى ايه بقى ازاي انت فين، انت متخيل بقى ان انت تدخل تلاقي حد بيدي لك سلايد بيقول لك خد ده البروجكت، ده الانبوت وده الاوتبوت وده الاكيرسي اللي احنا عاوزين ناخدها،
ولو انت ايه، انا جبت بقى ايه، هو عايز 70%، انا جبت 75%، فانت كده ايه، انت كده عايش يعني. فدي اول حيطه انت بتخبط فيها في اول شغلانه ليك كديتا اناليتكس او داتا ساينتست، ان انت فكره ان انا ازاي بقى اماب البيزنس ده للتكنيكال نوليدج اللي عندي. انا عندي تكنيكال نوليدج كتير قوي وفي دماغي، بس مش عارف ازاي اقدر اماب مم. الموضوع ده ليه. مم. فعشان كده ايا كان الشغل اللي هيجي لك، هي ستارت اب، هي كوربريت، هي دي فكره ان انت بقى تدخل تشوف تدخل تيم تتعلم منه هما بيفكروا ازاي. يعني ان انت بتقعد مع حد بزنس يقول لك انا بحلم بايه، عايزك انت كديتا ساينس او داتا او حد شغال في الداتا تحققه لي. حقق احلامه بقى. بالظبط، تحقق له احلامه. دي مهمه جدا، ان انت ابدا واقعد وشوف وخد الاكسبيرينس وخبط كتير كده لحد ما تفهم. بس مم. كانت من اكتر حاجات يمكن انت برضو اتكلمت عنها في واحد من البوستس عندك، ان فكره الاسئله، انك تسال. مم. في الاول كفريش او كجونيور، لازم اول ما تدخل بتاع انت انا جامد وداخل، عديت الانترفيو وانا مستني بقى الناس ايه بقى يا جماعه، او انا خارج من ITI، هو ده الواد اللي جاي بقى هيغير مستقبل الشركه، وهو ده فانت داخل باماني وطموحات، انت فاكر نفسك هنا ومستني الناس كلها بقى هم اللي ياخدوك يحتضنوك. لا، هي المفروض انت اللي تقعد تسال بقى، تسال كتير، تسال البيزنس وده بيتعمل ازاي. ما فيش حد كبير على السؤال حتى الان. يمكن واحد بعد 5 6 سنين خبره، كل ما الواحد بيتعلم كل ما الواحد بقى بيسال اكتر يعني. مم. بيقعد يسال اكتر من مكان هو حتى بادئ شغل. ان صحيح. انت يعني لا، فهمني الحته دي بالراحه. يعني انا قعدت مع مانجرز ودايركتورز دلوقتي، التكنولوجيز الجديده اللي بتطلع زي ال LLMs والجنريتيف AI، هو مش كبير ان هو يقعد معاك وهو عنده 30 40 سنه خبره، ان هو يقعد يقول لك اشرح لي ده مم. عباره عن ايه، انا مش فاهمه، مم. وتعالى معايا كده نتكلم. فالمفروض لا، اول دول انواع ناس اجانب مش مصريين دول يا ناس اسامه. اجانب وناس قصدي اجانب. المصريين مش هيعملوا كده. فكرة الإيجو أولا. شوية ده اللي بيبقى عندنا في الأول بالذات، من أكتر الحاجات اللي بتخلينا بتبطئ فكرة إن إحنا نتعلم بسرعة. لا، هو في مشكله تانية برضو افتكرتها، حته ان الناس هتبقى مش فاضيالك. يعني انا ساعات كنت ايه اروح مره، لا معلش انا عندي جوبات تانية. واحد مثلا كل واحد عنده بروجكتس وبريورتيز بتاعته، والراجل هيحاسبه على اللي هو التاسك بتاعته، مش هيحاسبه انا اداني معلومه ولا لا يعني. اه فاسيب له اسيله يعني ساعه ولا ساعتين، وارجع له تاني وارجع له تالت وبتاع. ففكره ان الواحد ما يملش برضو دي، يعني يبقى عامل حسابه ان في ناس، يعني في ناس طبعا يعني هو الناس كلها مشغوله، فهو دي مش هتبقى يعني دي حاجه هتلاقيها سهله، وفي ناس رخمه مش هتديك معلومه بسهوله. فبرضه انت ايه، خليك رخم في في السؤال يعني. هو يعني هي برضو جزئين. انت يعني do your own homework الاول، ان انت عملت السيرش بتاعك وانت دورت وحاولت واحد واثنين وثلاثة. ففكرة ان يعني دي حسيت بيها يمكن دلوقتي لما بقيت سينيور، ان معايا ناس فريش وجونيورز، هو جاي عاوزك تديله المعلومة في بقه على طول. هو جاي لك ما عملش اي حاجة، المفروض قول لي بقى هعمل. وده مش بيبقى احسن حاجة، لان برضو انا عندي ده تاسك. مستفز جدا. انا جزء من انا اكيد جزء من الريسبونسبيلتي بتاعتي ان انا منتور ناس تانية جونيورز وفريش، ده اكيد. بس في جونيورز وفريش كتير وانا عندي كمان تاسك. فانت لازم تعمل الهوم ورك بتاعك. فلما تجيلي حتى انا لو هساعدك فهعرف اساعدك بسرعه. يعني لما اقول لك روح افتح التيبل ده هات منه ده، ما تقوليش بقى هو فين التيبل ده اصلا يعني. كده هو عندنا داتابيز. آه. فلا، ده انا ببدا معاك من الاول خالص. لا، ففكره انت تروح، انت اوريدي عملت اللي عليك وخدت كذا طريق كلهم ما وصلوش لحاجه. فانت لما بتروح حتى للشخص ده، هو بيشوف ان انت تعبت فعلا وما عرفتش توصل، بيبقى هو عاوز يساعدك. ايوه. فاعمل الاول الجزء بتاعك، وبعدين زي ما انت بتقول كده، ما تتكسفش انك تسال، ما تتكسفش انك تعمل. لان كلنا في الاخر الليد او المانجر او السينيور اللي انت شغال معاهم، كلهم جزء من التاسكس بتاعتهم ان هم يعملوا لك منتورنج في الاول.
هو ده من الريسبونسبيلتي اللي بيتحاسب عليها في الاخر لو بيتعمل له ايفالويشن او هو حتى هيتعمل له بروموشن. انت عملت منتور لكام واحد والتيم بتاعك كله شغال ازاي؟ فانت هو عمره ما هيبقى تيم ليد لو مش بيساعد الناس التانيه اللي حواليه. فده جزء من الريسبونسبيلتي، انت لازم تبقى عارف ان هي ايوه عدل. كويس كويس. بس طيب مش عارف بقى هل ممكن سواء في اتصالات او في فودافون، يعني هو برضو يعني هل ممكن نتكلم اكتر برضو على تقسيمة الشركات؟ احنا عندنا كوربريتس وعندنا ستارت ابس، امثله على كل واحد منهم، يعني بحيث ان احنا نجمع مثلا ايه فودافون اتصالات دي كده في باكت واحده، ونقول ايه نوعيه البروجكتس او الشغل اللي فيها اللي ممكن يكون يعني انت اشتغلته او يبقى فيها، والنوعيه التانيه من الشركات برضو الكالتشر فيها ازاي بتختلف، ونوعيه البروجكتس اللي فيها ازاي بتختلف، وهكذا يعني. هي لو زي ما انت قسمتها كده، هي تقريبا فيها يعني لو ممكن نقسمهم في 2 كاتيجوري كبار: ستارت اب شركه صغيره، او كوربريت شركه شويه تكون اكبر. ف هتكلم من في الحته بتاعت الداتا، الحته اللي انا اشتغلت فيها شويه، ان انت كل ما الشركه تبقى اصغر كل ما الاند تو اند بتاعك بيكبر. يعني انت مثلا شغال في شركه في كوربريت كبيره قوي، فانت هتلاقي نفسك ماسك حته مثلا داتا ساينس، او بتترين موديلز، او بتعمل اناليسز للديتا بس في الاخر، وعندك تيم تاني هو تيم الداتا ساينس، وعندك تيم تاني انجينير مثلا هو اللي بيجهز لك الداتا، وعندك مثلا ام ال اوبس في الاخر انت بتديله الموديل هو يعمل له ديبلويمنت. فبتلاقي عندك تيمز كتير، انت بقى بتكوميونيكيت معاهم، كل تيم ليه الاستراكشر بتاعه، وانت يا دوب بتلاقي التاسكس بتاعتك متركزه في حته واحده، هي دي اللي انت شغال عليها. بتاخد بتبدا بعد شغل ناس، وفي الاخر بتسلمه لناس تانية هي اللي بتكمل عليه. انما الستارت ابس بتبقى الفكره فيها مختلفه شويه، بيبقى لا انت بتلاقي نفسك التيم بيعمل كل حاجه. هو انت عشان بتعمل كل التيمز دي مع بعض. بالظبط قصه الستارت اب ان انت بيبقى، احنا طول ما احنا ستارت اب فاحنا عدد قليل، احنا كلنا مثلا 10 15 واحد جوه الشركه، وكل واحد فينا فيه ناس ماركتنج وسيلز وبتاع، فانت بتلاقي نفسك انت انت تيم الديت لوحدك. فانت اللي بتروح وبتسكراب وبتكلين وبتبايب لاين وبتديبلوي في الاخر، وبتترين وتديبلوي، فبتعمل كل حاجه. كل واحده فيهم ليها ميزه وعيب يعني، او على حسب انت حابب تدور على ايه. في ناس بتحب فكرة إن أنا عايز أتعلم كل حاجة وأعمل كل حاجة بإيدي وأعرف الحاجة دي، وممكن في جزء من الكارير بتاعك دي تبقى حاجة مهمة، يعني تبقى حاجة فعلا كويسة إن أنت تشتغل في ستارت أب، تفهم الإند تو إند كله شغال إزاي، من أول حتى ما أنت تبقى ماسك شركه، اللي هو لا انت بتكومينيكيت مثلا مع السي او والسي تي او، لحد تيم الداتا. عكس مثلا ما تشتغل في كوربريت، انت بقى بتفهم الجزء ده كويس قوي قوي قوي، لان انت ركزت عليه وفهمته. فدي كل حاجه ممكن يكون ليها وقت في الكارير بتاعك تبقى مهمه وبتستفاد منها يعني. حلو. طيب لو بقى مثال عملي، يعني ممكن بدون يعني ذكر داتا معينه، او يعني اكسبوجر يعني لحاجه معينه، يعني ايه اللي ممكن يوز كيسز ان انا احلها في حاجه زي الكوربريتس، زي اتصالات او فودافون او كده، شغلي انا كداتا ساينس ممكن اعمل ايه؟ يعني الشركات، يعني مثلا لو هتكلم عن حاجه معينه، لما رحت فودافون كنا شغالين في تيم الانرجي، فكان هدفنا في الاخر ان احنا المفروض الناس في اوروبا او العالم كله دلوقتي شغال اللي هو فكره الجرين انرجي، وان احنا نحاول ان احنا نقلل استهلاك ال الطاقه اللي هي الغير متجدده زي البترول والحاجات دي. فهم عاوزين يروحوا ناحيه الجرين، وان احنا على قد ما نقدر نقلل استهلاك البترول والحاجات التانية اللي هي بتأثر على البيئة يعني. هم عايزين يروحوا ناحية جرين انفايرمنت أكتر. فكنت شغال في الحتة دي إن احنا بنبني موديلز ازاي نبريدكت الأوقات اللي ممكن يعني الترافيك بيقل فيها، على النتورك، فنوفر طاقه. لو احنا مثلا نقلل كمان الجهد او النتورك بتشتغل بيه، فنوفر طاقه. فده كانت البيزنس ده كانت البيزنس ريكوايرمنت في الاول، هو اللي احنا عاوزين ده، وانت بقى ممكن تفكر ازاي نحل المشكله دي ازاي. فدي فكره برضو ان ممكن تكون المشكله تبان من بره صعبه قوي، بس لما تيجي تبص على الداتا ممكن تتحل بلينير ريجريشن. يعني انا فاكر ان انا فكرت فيها ان هي جبت الريليشن شيب ما بين
الاوقات بتاعه اليوم من 0 ل 24 او من 1 ل 24 ساعه، وشفت الكونسامشن على الاكس، يبقى كان الاكس الوقت وكان الواي هو الانرجي كونسامشن، ولقيت ان في زي 3 ريليشن شيب كده او 3 سلوب كده الكونسامشن بيختلف فيه. فقدرنا ان احنا نحدد ساعات في اليوم فعلا الترافيك بيقل، بس بلينير ريجريشن تبريدكت الساعه دي الانرجي فيها الترافيك هيبقى عامل ازاي، فتقدر انت تقلل بيها الجهد. فدي برضو من الحاجات اللي هي كانت من الحاجات اللي كانت بالنسبه لي صادمه شويه. ايه ده الموضوع ده لينير ريجريشن ده يعني سيمبل جدا في كتكنيكال يعني. بالظبط بهركوا الابهار ده كله، هم كانوا مبسوطين بيه جدا وبالريزلتس جدا، اللي هو ايه ده انت مثلا انت في الاخر يا دوب عملت كوميونيكيت يا جماعه احنا عندنا الساعه 2 و3 و4 نقدر نقلل فيهم الكونسومشن ب 30%. هم دول الثلاث اوقات في اليوم. طب عملت ده ازاي؟ عملت لينير ريجريشن موديل بيعمل الكلام ده، بس في الاخر 30% ده رقم كبير قوي للشركه ان انت ده فلوس بالهبل، فلوس كتير، بس انت عملتها. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي خلتني فتحت عيني كده، اللي هو ايه ده، انا عايز اخش بقى كديتا ساينتست او بتاع، ان انا عاوز اعمل ديب ليرنينج موديلز واجيب بقى اقعد ترين ليل نهار على جي بي يوز واعمل حاجات صعبه وهو ده هو ده اللي هيأثر بقى في الشركه. كل ما الموضوع يبقى اصعب كل ما التأثير بتاعه يبقى اكبر. فلا انت ممكن تعمل يعني، والناس بتفوت البيزكس يعني، يقول لك مش الحاجات اللي هي الاولانيه دي بقى انا مش عاوزها. خش على التقيل بقى على طول. خش على التقيل ده هيديني فلوس اكتر يعني. انا كل ما اكيد دي حاجه مهمه تاخد، بس ده يعني ما تستهونش بالاساسيات اللي انت تبدا بيها. كل ما تهتم بالاساسيات بتاعتك والحاجات اللي انت شايف ان هي فاندمنتالز في المجال بتاعك، كل ما تبقى عندك دي اقوى، كل ما هتلاقي نفسك الدنيا حتى قدام انت بقيت بتتعلم اصلا البروجرس بتاعك. ايوه حتى لو في حاجه برضه فكرتني بيها، يعني هي كانت بتستفزني شويه ويمكن هي ابتدت تقل شويه، ان في الانترفيوز كانوا بيقعدوا يعني في ناس كانت يعني ممكن تقعد تسالني في نظريات statistics بطريقه كده ايه جافه جدا جدا جدا، والراجل يقعد يسال في حاجات تكنيكال بطريقه عجيبه الشكل، وينسى فكره اللي انت بتقول عليها، ان انا ممكن احل البروبلم بلينير ريجريشن يعني. فانت ازاي تختبرني بان انا عندي العقليه دي، ان انا اقدر استخدم الحاجات دي في ان انا احل بروبلم، مش ان انت تقعد تقول لي اشرح لي ازاي مش عارف الباك بروباجيشن شغال وقول لي الاثبات العلمي للمش عارف ايه. يعني طبعا ده مطلوب وغالبا يعني لازم هسال، يعني طبعا مش بالطريقه الفظيعه دي، بس اكيد هختبر الراجل تكنيكال، بس برضه لازم اختبره في كده، ان هل البروبلم دي المفروض ان هو يدور على ابسط حل، ويبقى عنده القدره يعني السكيلز والقدره الذهنيه ان هو يعرف يحل باين كان هو هيستخدم ايه يعني، وخصوصا دلوقتي بعد الاي اي اكيد يعني الدنيا يعني ما بقاش انت يعني محتاج تبقى بارع في في الثيوري ورا التكنيكال قوي يعني زي زمان. بالظبط. يعني فكرة ان انت يعني تهتم بالاساسيات، بالذات في بداية تعليمك اي مجال بتاعك، انت ما تحاولش ان انت تنط على الحاجات اللي هي الصعبة اللي هي المعقدة وتفوت الحاجات اللي هي الاساسية. ان انت شايف الترندز على لينكد ان وشايف الترندز على الويب سايتس ان هو ده الحاجة اللي عليها الهايب، فانا بروح على طول انزل كورس واذاكره، هو ده الحاجه اللي انا هعمل، وتفوت الاساسيات في المجال بتاعك اللي هي في الاخر هي اللي بتفرق عنك. يعني كان في مثال كنت بحبه قوي زمان، عشان انا كنت بتاع ده علم رياضه، فبيقول لك مثلا ايه ان انت تستخدم الكالكوليتر وانت مش فاهم، يعني انت مش فاهم خلاص انا معايا كالكوليتر فبستخدمه وانا مش فاهم ايه اللي وراه ولا فاهم بحل السؤال ازاي. فكان بنحسب في الاخر تقريبا الظل والحاجات دي، عارف فاكر ايوه فتقدر في الاخر تستنتج طول الشجره قد فانت ولا فاهم ومش مذاكر، فانت بتحاول بس تمشي ورا الكالكوليتر الايكويشنز بتاعتك، وتجيب الرقم طول الشجره 3000 متر مثلا، وحطيت يعني الدكتور كان بتاع او المدرس مش فاكر، قال لي الطالب حط 3000 متر طول الشجره ومشي خلاص، هو قفل الامتحان وروح. فده بالظبط عامل زي الاي اي دلوقتي او اللارج لانجوج مودلز اللي انت بتستخدمها.
لو انت بتستخدمه وانت اوريدي ما عندكش فاندمنتالز، وانت مش ما عندكش الماده العلميه الصح، هتطلع في الاخر طول الشجره 3000 وانت مش فاهم ايه اللي انا عملته. انت قاعد مم. بتسال طلع لك الحاجه واستخدمتها. فحتى باستخدام الحاجات دي هو بالظبط عامل زي الاله الحاسبه كده، هتعرف انت تميك سنس الحاجه اللي طالعه دي. هل في شجره 3000؟ اكيد لا. فانت هتقدر لا، لما يطلع لي شجره 10 متر يبقى تقريبا الاي اي او شات جي بي تي ده صح. فحتى بوجود الكلام ده، فكره ان انا اذاكر وان انا يبقى عندي البيز كويس، دي من الحاجات اللي برضو في فودافون اتعلمتها قوي. ان انت حاجات صغيره قوي دي عمرها ما هتقدر تجيبها من شات جي بي تي والحاجات دي. صحيح صحيح. مم. الله المستعان. طيب انت بقى بعد فودافون اين انطلقت؟ بعد فودافون، يعني يمكن في فودافون خدت الاكسبوجر بتاع ان انا كنت شغال في فودافون يو كي. يعني كنا شغالين في فويس، فالاوفيس بتاعنا كان في يو كي. وكنا كان الانرجي تيم ده كان في يو كي، بس كان بيسيرفيس على كل اللوكال ماركتس بتاعت فودافون في يوروب. مم. كنا بنكوميونيكيت بقى. يعني هي كانت يوز كيس، يعني مثلا كنت باخد يوز كيس واحده زي اللي كنت بكلمك عنها دي. وممكن بقى كل ماركت، يعني مثلا نكلم الناس بتاعت رومانيا، ممكن نابلاي ده عندكم ازاي، اسبانيا، ايطاليا، المانيا، وهكذا. فكنت بتشوف بقى ازاي البيزنس كمان ممكن، يعني نفس اليوز كيس بس بيختلف من بيزنس للتاني، يعني من ستيك هولدر للتاني. البلد دي عندهم حاجه تانية مختلف. فخدت الاكسبوجر بتاعها زي برضو السوفت سكيلز بتاعتي، ازاي اجمع بزنس ريكوايرمنت، وازاي اقعد مع الكاستمر واتكلم معاه وابلاي حتى لو هي نفس اليوز كيس يعني. بس بتشوف بقى بتختلف من ماركت للتاني ازاي. ودي من ضمن الحاجات اللي خلتني طب ليه لا بقى. وحسيت ان مفيش فرق كبير قوي. يمكن دي برضو عقدة الخواجة اللي عندنا. احنا اشتغلنا، يمكن عدينا الحتة دي. بس احنا اشتغلنا مع ماكنزي في اتصالات مع بعض، كانوا جايبين ماكن كشركه. واشتغلت انا بقى في فودافون برضو مع كذا ماركت، المانيا واسبانيا وبتاع. فعندنا عقد حاجه ان احنا نبقى مبهورين قوي بالدخله بتاعتهم، وان هم اجانب بقى ومتخيلين ان في جاب في السكيلز رهيب ما بيننا وما بينهم، او التكنيكال سكيلز بتاعتهم. وده الحقيقه، يعني لما دخلت واشتغلت، يمكن انا واحد جامعه المنصوره تعليم حكومي، مش جاي من حاجه يعني يو سي بقى ولا جي سي ولا؟ بالظبط. فكان عندي عقدة الخواجة دي ان انا عمري ما هوصل، او الناس دي لا متعلمة تعليم تاني، وانا كده كده عمري ما هوصل للحتة دي. وفي الحقيقة لا، يعني دي يمكن اتكسرت في اتصالات، وبعدها اتكسرت في فودافون لما اشتغلت. ان احنا لا، ما فيش فرق ما بيننا كبير. الفرق ما بيننا مش كبير خالص. ايوه صح. انت محتاج انك هم بيشتغلوا اكتر، هم بيتعبوا اكتر، حاجات هم بيسالوا اكتر، حاجات اللي احنا اتكلمنا عنها دي هم بيعملوها بس اكتر مننا. فبيوصلوا لحتت احنا، يعني حاجه مثلا زي الستارت اب اللي انت دلوقتي شغال عليها، هم بيعملوها ومش خايفين. يعني انا بشتغل مع واحد دلوقتي عندي في الشركه، هو تيم ليد، بيقول لي ان هو فتح 3 ستارت ابس وخسروا وقفلوا، وبيعمل الرابعه دلوقتي بفكره جديده. وبس هو بيقول لي انا في كل واحده فيهم اتعلمت، وفي كل واحده فيهم خدت فلوس وكسبت فلوس حلوه. ودلوقتي انا عايز استريح، فجاي اشتغل تيم ليد عندكم هنا. يا ف... راجل. فالمنتاليتي بتاعت ان هو مش خايف، هو بيجرب وبيتعلم وبيكسب في الاخر مهارات، وبيكسب مع ان يعني الراجل ده مش مسلم يعني، صح ولا؟ اه يعني أنا اصلا المفروض احنا كمسلمين يعني مؤمنين بالغيب، وان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، ومش قلقانين قوي من المستقبل يعني احنا قلقنا من المستقبل ويعني المفروض ان احنا ناخد المخاطر. المفروض يعني ان يبقى احسن من اكتر من الاجانب اللي هم على طول قلقانين او كده. فهو فعلا زي ما انت بتقول، المفروض الواحد ينتبه للحته دي يعني. بالظبط. ان انت يعني هو ده بس الفرق ما بيننا، ان احنا شويه عايزين يعني بنبقى خايفين، او عندنا عقده الخواجه او الحاجات دي. فدي الحاجه بصراحه اللي اتكسرت في اتصالات. لا، ما فيش ما بيننا فرق كبير في صحيح.
احنا شاطرين، بس هي الموضوع محتاج بس شغل، ومحتاج ان انت تحط ايدك على الحاجات اللي انت محتاج تشتغل عليها، وهتلاقي ان الفروق دي خلاص اتشالت خالص. انا عايز اقول لك، ما يعني برضو دي حاجه هم يعني الناس اللي بتتفرج يعرفوها في ماكنزي، اما الناس جت ونتعرف عليهم بقى. فانا فاكر كان يعني مفيش غير ربيز هو اللي كان خريج كمبيوتر ساينس، وبقيه الناس مش خريجين كمبيوتر ساينس يعني. اه اظن خفير كان حاجه تانية، والبنت اللي هي كانت فيزيكس. معادي برضو كانت حاجه تانية فان هم يعملوا شيفت كارير للداتا ساينس ويشتغلوا في شركه يعني من اكبر الشركات في العالم زي ماكنزي، فده يخليك ما تقولش بقى ايه اصلا انا مش خريج هندسه ولا كمبيوتر ساينس فمش عارف اشتغل في الداتا ساينس. لا يعني في ناس اهي، وزي ما انت تقول ناس عاديه خالص والسكيلز عاديه خالص، ما فيش اي حاجه مبهره، كل الموضوع ان هم بيشتغلوا على نفسهم اكتر بس مش اكتر يعني كوقت بالظبط. فده يعني حاجه ما مهمه كانش جدا. ما كانش في فرقات، ويمكن دي برضو فوتناها يمكن في حتة الناس اللي بتعمل شيفت كارير. يمكن احنا بننط باك اند فورس كتير، بس هنبقى نرجع تاني للخطوة اللي بعد فودافون. بس الناس اللي بتعمل شيفت كارير حتى دي فيها، انت عندك يعني احنا اتكلمنا عن الناس اللي هي خارجة من كمبيوتر ساينس فعندها ايدج ان هم خدوا حاجات جوه الكلية ما حدش تاني خدها. بس في ميزة برضو مجال الداتا ساينس والداتا اناليتكس، ان هو بقى كل الشركات دلوقتي مم. بقت مهتمة بالحتة دي. شركات تيلي كوميونيكيشن، شركات ميديكال، شركات كتير بقت فيها بقى فيها قسم داتا بيعمل اناليسز وبيبني ماشين ليرنينج موديل. ففكره ان انت جاي من باك جراوند مش كمبيوتر ساينس، انت تقدر انت توظفها جوه المجال، ان انت تقدر انت مم. تعمل اناليسز لداتا. لو انت راجل مثلا جاي من صيدله، في مم. شركات صيدله كتير عندها داتا. يعني كان عندنا ناس زمايلنا مثلا شغاله في قسم الداتا في مستشفى 57 357، يا ان مم. هم بيعملوا اناليسز للديتا بتاعت المرضى، وبيشوف ايه الباترنز ما بينهم والكلام ده. ودي حاجه صعبه قوي ان حد مثلا خارج من كمبيوتر ساينس يقعد يفهم الداتا دي، مم. ان مم. احنا ما عندناش الباك جراوند الميديكال، وهقعد ابذل وقت كبير قوي عشان افهمها. هو ممكن ياخد نص الوقت ده يفهم التكنيكال والاناليسز، ياخد سيكوال وبايثون مم. بالميديكال نوليدج بتاعته، يقدر ان هو يسبق واحد جاي من كمبيوتر ساينس في مم. حته زي المستشفى او شركه ادويه مثلا عندها قسم داتا. مم. مم. ويقدر كمان ان هو ينوفيت، يستخدم التولز بتاعت الداتا ساينس والداتا اناليتكس ان هو ينوفيت في الحته دي اكتر مني، لان انا برضه هبقى ليميتد بالنولج اللي عندي. هو يقدر ان هو يسبق كمان. بقى كل حته دلوقتي فيها داتا، فالموضوع بقى يستوعب حتى ناس بتشفت كارير من باك جراوندز تانية. فانا اقدر اخد الحته دي مع السكيلز. وتخش صحيح صحيح، وفاهم بتشوفها كتير جدا جدا يعني. اه الله المستعان. طيب قول لنا بقى بعد فودافون بقى اين ذهبت؟ فزي ما بقول لك، يعني بعد فودافون واتصالات الحته بتاعت الخوف دي اتكسرت شويه، والجاب ان احنا لا، ده انا كده كده عمري ما هقدر ان انا اعدي الليميت ده. فاتكسرت شويه، فقدرت ان انا ابدا بقى. طب ليه ما اخدش خطوه؟ يعني لقيت شركه مكلماني كده على اوفر في المانيا، طب ليه ما اخدش الخطوه واعمل انترفيو واخش واشوف شركات تانية كمان مش الشركه دي بس. ودخلت انترفيوز كتير. دي برضو من ضمن الحاجات اللي هو الواحد بيبقى متخيل، لا يعني حتى بعد سنين خبرة انت لسه عندك ان انت تقدر تعمل انترفيوز وتترفض وتستفاد من الانترفيو اكسبيرينس دي. فعملت انترفيو. وبرضه معلش ملحوظه كمان يعني، بعد سنين الخبره برضه دي مش بسهوله برضه بيجي لك الانترفيو صح؟ يعني انت ما بتقدمش فالناس بتكلمك على طول يعني، برضه عشان الناس. لا لا بالعكس، يعني لا، الموضوع ممكن يبقى كمان اصعب، لان انت بقيت يعني التيم مثلا ممكن يكون فيه 10 جونيورز بس 3 سينيورز مم. وواحد تيم ليد وواحد مانجر. فانت كل اصلا ما بتعلى، كل ما الموضوع بيبقى فيه اصعب. كومبيتيشن اعلى. مم. ف... ف... فلا يعني الموضوع بيبقى محتاج برضو طولة بال، وان انت كمان بتتعلم لان الاسئله بتختلف. فده يعني دخلت بقى واتعلمت كتير قوي من الانترفيوز، ودخلت كذا انترفيو كنت بقدم وببعت سيفيهات وخلاص. يعني انا عايز اخد اكسبيرينس ان انا اطلع اشتغل في مكان تاني بكالتشر مختلفة. والحمد لله يعني ربنا كرم واتقبلت اللي هي في الشركة بتاعت اللي أنا شغال فيها دلوقتي دي. مم. بقالي 3 سنين دلوقتي. يا ما شاء الله.
اه اتعاملت مع الالمان ازاي بقى؟ انا كان سؤال نفسي اعرفه. يعني انا برضو من ضمن الحاجات كده يمكن استطراديه شويه، ان يعني كان واحد صاحبي سافر المانيا، انا مش عارف انت فين في المانيا بالظبط، بس برلين. هو كان سافر تقريبا المانيا الشرقيه يعني، او الشرق يعني في شرق المانيا. فكان اه في اضطهاد شديد جدا، او هو يعني كان بيقول لي كده يعني في اضطهاد المسلمين في الحته دي، في حته الشرق دي تقريبا يعني. فكان عندكم برضو نفس القصه، ولا الدنيا مشيت ولا؟ لا والله، والحمد لله انا حظي حلو ان انا جيت في برلين، فكأي اه عاصمة برلين دي زي العاصمه، القاهرة كده. ان هي اجانب الهبل طبعا ده. من الحبايب ألف، اللي هو من كل الناس، مم. وكلهم عايشين في نفس المكان. فبرلين برضو تقريبا قريبة من نفس الكونسبت. هتلاقي أي عاصمة في العالم تقريبا فيها الفكرة مم. دي، إن ناس كتير من كذا باك جراوند وجنسيات كتير قاعدة في مكان واحد ومتفاعلين مع بعض. مم. بس على الناحية التانية بصراحة اتعلمت من الألمان شوية فكرة الورك لايف بالانس، يعني إن أنت بقى لما بتشتغل صح قوي، إن أنت عندك 8 مم. ساعات بتطلع فيهم كل شغلك، إن أنت هم ال8 ساعات بتوع الشغل دول اللي أنت، أنا هشتغل فيهم من أول ساعة لآخر ساعة. مم. وبعد الشغل أنا هنبسط قوي وهعيش حياتي لبيتي وأهلي، مفيش حاجة فيهم بتخش على التاني. ما هو مثلا ما بيقولش انا مثلا عندي ساعتين هفوت دول وهبقى اشتغلهم بالليل، او مم. عندي ساعه وهبقى اشتغلها في الويك اند. هو ما عندوش ده بالنسبه له. يعني انا فاكر ان مع ان احنا انا كمصريين فاكرين بقى ان الالمان دول مكن شغل وعمالين بيشتغلوا ليل نهار وبتاع يعني. انت خالص. فاجئتني بصراحه برضه لما قلت لي على الموضوع ده قبل البودكاست، قلت يا ده. لا يعني برضه، يعني أنا دي من الحاجات اللي هي صدمتني واتعلمتها بصراحة منهم، ان هو لا، هو عندهم الشغل شغل، ان هو يعني هم ما كان شغل، بس في الوقت اللي هم حاطين وقت معين بيطلعوا فيه احسن ما عندهم، وتلاقيه ميتينجز وتركيز رهيب يعني. ويعني ما انساش برضه ان والدي تعب في فترة كده، كنت انا برضه في النص، يعني في نص الشغل كنت لسه جاي بقالي كام شهر، ووالدي تعب كان هيدخل عمليات يوم الخميس، فانا لسه عندي مم. خميس وجمعه. فاتصلت بالمانجر بتاعي قلت له والدي هيدخل العمليه بكره، فانا محتاج اسافر مصر بكره. مم. فهو قال لي فاميلي فيرست برضو، اللي هو لا، مم. عيلتك اهم، وتدخل دلوقتي على كل التيكتس اللي اسايند عليك حطها عندنا، يعني اساين يا انا اللي هكمل شغل عليها. وانت انزل مصر وتعالى خلص وانسى الشغل خالص، ولما تيجي احنا نشوف ايه حوار الاجازات، نشوف ايه حوار راجل اي. محترم قوي. اه فهم عندهم، يعني الحته دي من ضمن الحاجات المهمه بالنسبه مم. لهم. طب الناس الألمان دول بقى، يعني عرفت ازاي تقنعهم ان انت تدخل عندهم؟ يعني دي برضو صعبة، وبرضو في حاجة تانية برضو ممكن بسألك عليها. برضو انا اسمع ان هم يعني مش سهل اصلا هم ياخدوا حد وهو مش عايش في ألمانيا. يعني انت تيجي من مصر على ألمانيا، او يعني انا سمعتها في انجلترا بصراحة، ان في انجلترا عندهم زي قانون كده ان ممنوع الشركة الإنجليزية يعني تعين حد من بره انجلترا. يعني هي ممكن تعين حد جنسيته مش انجليزي بس يكون عايش جوه انجلترا، انها اه تجيب حد تستقطبه من بره البلد او من بره اوروبا. بيبقى الموضوع فكان صعب شويه، مش مستحيل اه يعني، بيبقى كومبيتيتيف برضو ان اه هم. انا قصدي يعني إيه اللي خلاهم مثلا يعني ينجذبوا ليك هذا الانجذاب؟ يعني هو خصوصا كمان ان هم انت بتقول لي شغالين في يعني في مجال مختلف عن تقريبا كل المجالات اللي انت اشتغلت فيها. يعني انت اشتغلت في التليكوم، اشتغلت في الانرجي وكده. فهم اولا يعني ممكن يكون ايه اللي جذبهم. تاني حاجه الانترفيو بروسيس بقى كانت بتاعتهم مختلفه ولا لا، وكانت عامله ازاي؟ هي كان يمكن اكتر حاجه اللي خلانا نبدا في الانترفيو بروسيس الاول. الانترفيو بروسيس دايما بتبقى شويه طويله وانت بتسافر بره، ان انت بتعدي بكذا فلتريشن، مم. سواء اللي هي مثلا فيرست انترفيو، وبيقعد معاك يسالك اسئله جنرال، بيبقى غالبا حد مش تكنيكال، بيسالك اسئله بشكل عام هو واخدها من المانجر، فده بيبقى اول فلتريشن ستيب، يعني تبقى ده حاجات ده ده, بيزك. ده الاتش ار يعني هو اللي بيكلمك ولا؟ يبقى الاتش ار بيكلمك وبيسالك، بياخد غالبا شويه اسئله تكنيكال بسيطه، دي اللي الشركه مهتمه بيه. فدي بتبقى حلوه قوي ان انت بتعرف الشركه مثلا بتدور على ايه، مثلا مم. عندهم تولز معينه، عندهم حاجه معينه، فهي بتسالك انت اشتغلت في دي وايه وبتاع، فبتبقى اسئله بيزكس، هي مش هتدخل معاك ديب، هي يا دوب بتبقى يعني بتعرف يس اور نو يعني. مم. فدي بتبقى حلوه ان انت بقى بعد ما تخلص الانترفيو فهمت، فبتقعد تدور طب ايه ده وبيستخدم ازاي قبل الانترفيو بتاعك. لو عديت بتدخل بقى الستيب التانية، كانت تكنيكال انترفيو، اللي هو
بعت لي تاسك عملتها، وكانت المفروض ان انا اعمل اناليسز واجيب واعمل برزنتيشن للداتا دي وايه الحاجات اللي انا لقيتها وايه الريكومنديشنز بتاعتي ان احنا المفروض نعملها. فدي انا فاكر كانت يعني حاجه اناليسيز ولا حاجه ماشين ليرنينج داتا ساينس ولا؟ براحتك يعني. انا فاكر ان هم سابوا لي الاختيار براحتي ان انا اعمل اللي انا عاوزه، فان انا يعني هم ادوك داتا ولا قالوا لك انت بقى روح شوف داتا اعمل عليها بعتوا لي داتا حقيقيه من مم. عندهم، وقالوا لي اللي احنا عاوزين يعني نشوف انت هتفكر فيها ازاي. كان فيها شويه يعني مش ريستريكتد على حاجه معينه، ان هم عايزين يوصلوا لحاجه، احنا عاوزينك انت فكر فيها براحتك. مم. فانا فاكر ان انا فضلت تايه كده يومين ثلاثه مش فاهم برضو زي ما انت بتقول براءات اختراع، فانا مش فاهم دي مم. ايه وجايه منين وما عندناش احنا اصلا ده. بس قعدت ادور واشوف الناس بتعمل اناليسيز ازاي، طب ايه الحاجات اللي بيدوروا عليها، طب ايه الحاجات اللي هم بيركزوا عليها. فقعدت اشوف كتير قوي ارتكلز لحد ما لقيت بقى يعني لحد ما عملت بقى، فضلت اسبوع شغال عليها وعملت برزنتيشن وبنيت كان فاكر كان مجرد ماشين ليرنينج موديل بيعمل سيمانتك سيميلاريتي، هو مم. ما بين تو تكست. بس كانت برضو الفكره في الفاليو اللي هو ان انت قدرت توصل انت تفهم ايه اللي مطلوب من الداتا، وان ممكن لو عملت بس كوزاين سيميلاريتي ما بين اتنين تكست نقدر نحدد ايه هي الحاجه مثلا البراءات الاختراع اللي هي ريليتد للشغل بتاعنا ولا. فكانت بالنسبه لهم مثلا ان دي تاسك بتاخد من الراجل. هو في شغلانه عندهم اسمها باتنت انال، مم. حد بيقعد بس يقرا الباتنت ويقول لك دي ريليتد للمجال بتاعك ولا لا. فدي اوكي. شغلانه بتاخد الباتنت الواحده ممكن توصل ل 10 و15 صفحه، فبتاخد منه وقت طويل جدا. اوكي. انا مجرد ما بنيت كوزاين سيميلاريتي قدرت ان انا مثلا افلتر اوت مثلا بتاع 70% من البراءات الاختراع اللي هي ملهاش لازمه او مم. مش ريليتد للراجل ده بيدور عليها. هو عنده مم. باتنت واحده، فانا عملت بس كروس كومباريزن كده، وهم دول مثلا العشرة اللي انت بدل ما هتريفيو 100 هتريفيو 10 بس، مم. فهتوفر لك وقت كبير قوي. يعني لو يعني هو الواحده الاوتبوت يعني هو كان المشكله ان احنا عندنا باترنز كتير مش عارفين نفلترهم، فبدل ما نقعد نقرا كل ده او نفلترهم مانولي يعني لا احنا هنبني ديب ليرنينج موديل او كده يفلتر يديني 10 بس، هم دول اللي ايه اللي فيهم اللي انا عايزه يعني. هو موفر بالظبط 90% من الوقت يعتبر. بالظبط فدي كانت دي انا ما كنتش عارف عنها حاجه اصلا، وهما ما قالوليش عليها. بس مجرد انا قعدت ادور واعرف هما بيعملوا ايه. طب ودي برضو من الحاجات المهمه ان انت وانت بتقدم على شركه تبقى فاهم ايه هو البيزنس بيهايند الشركه دي. امم. يعني الشركه دي انت مش مجرد انت بتابلاي بس، لو بتابلاي على كل الشركات بس وانس ان انت جالك انترفيو المفروض ان انت تقعد وقت مش قليل تفهم الشركه دي شغاله في ايه وايه الحاجات وايه البيزنس بتاعها وهم ايه الحاجات اللي هم مهتمين بيها. امم. فدي كانت بناء قبل ما اشتغل في التاسك كديتا ساينس او ديتا اناليست، المفروض دخلت اقرا الاول الشركه طب هم بتاع واشوف الشركات التانيه بتعمل ايه ولو في يوز كيسز كمان ليها. سوري بس فقدرت ان انا افهم ايه الحاجه اللي ممكن اعملها تبقى فيها فاليو، عملتها امم. وعملت بس انت برزنتيشن. انت كان اصلا في الوقت ده ما كانش لسه تشات جي بي تي ظهر اظن صح؟ يعني كان السيرش بقى بتاع جوجل وكده ولا ايه؟ كان السيرش بتاعي جوجل، كان لينكد ان كمان كان اه. عندهم اباوت بيج، والاباوت بيج دي بيبقى حاطين فيها غالبا لينك يوديك على البلاتفورم بتاعتهم. فكل ده مثلا حاجه هتاخد منك يوم او اتنين، بس انت بتوري الشركه اللي انت داخل تعمل لها برزنتيشن دي ان انت امم. قد ايه مهتم اصلا ده برضو من ضمن الحاجات اللي هم بيبقوا الشركات بتبقى مهتميه بيها قوي في الانترفيو بروسيس، بتبقى عارف ان انت فاهم هم شغالين في ايه فاهم قصدك. والكلام ده. مم. وده كمان ريفلكتد في البرزنتيشن بتاعتي، ان انا لقيتكم بتدوروا على كذا وعندكم تشالنجز كذا. مم. مم. ففكرت في هنا الداتا. برضو حته السوفت سكيلز بقى، انت عملت لهم برزنتيشن يعني هو اداك التاسك دي قبل ما يخش معاك اصلا اول انترفيو صح كده؟ بالظبط بعد كده بقى دخل معاك اول انترفيو عملت له برزنتيشن على طول على اللي انت عملته يعني. بالظبط فهو حس مم. بالمجهود اللي اتبذل في البرزنتيشن، والمجهود ده انعكس في الاخر ان انت قدمت لي حتى لو حاجه بسيطه، مجرد انت ايوه. عملت سيميلاريتي ما بين اتنين تكست وخلاص. بس في الاخر هي كليكد دي حاجه ممكن فعلا انا اطبقها عندي حتى لو بطريقه تبقى كومبليكيتد اكتر، بس انت عملتها بطريقه سيمبل وفكرت فيها فكان بالنسبه له يعني. الاسئله بقى في الانترفيو او كده كان بيختبرك في ايه بقى غير ولا هو كان معظم الانترفيو بس ان انت بتبريزنت بتاع في البرزنتيشن بتاعتك بيسالك مثلا اسئله فيها بتاع الدنيا مشيت ازاي في الانترفيو؟ كانت دي كانت الستيب الاولانيه،
ومن بقى من البرزنتيشن اللي انا عملتها والحاجات اللي فكرت فيها، كانت بقى بيسالني طب ايه هي المودلز اللي احنا كان ممكن نفكر فيها تانية، مم. طب الاكيرسي بتاعتها تبقى عامله ازاي، طب انت لما فكرت ايه الحاجات اللي دخلت عملت، يعني لو انت هتتكلم مثلا بري بروسيسنج للديتا، فايه هي مشاكل الكواليتي بتاعت الديتا، مم. مم. النالز، ايه الحاجات اللي انت بصيت عليها في الديتا، فدي كانت مثلا، فقعد يفكر معايا، ودي اسئله انت ازاي تهندل بقى الميسنج فاليوز والحاجات دي. فدي كلها حاجات انت بتلاقيها اصلا اوريدي في البري ريكويزيت بتاعت الداتا اناليسيز او الداتا ساينس. انت لو ايوه. دخلت التوب 50 انترفيو كويستشنز هتلاقي دي الحاجات اللي موجوده. لو انت عندك داتا بتعملها بري بروسيسنج، ايه الحاجات اللي انت بتتشيك عليها، فدي كان مم. بيسالهاني وانا بعمل له برزنتيشن، بيوقفني ويسالني بعد كده مثلا وانت عملت موديل ايه الفيتشر انجينير اللي انت عملته، فايه إيه الحاجات اللي انت قدرت تراكت من الداتا، وعملت ازاي جهزت الداتا عشان يتعمل لها تريننج، طب وايه البدايل في الحاجات دي. فكان تكنيكال انترفيو جوه البرزنتيشن. مم. مم. وبعدين ازاي بقى حسبت الاكيرسي بتاعت الموديل، وازاي عملت ايفالويشن، وايه هي البدايل كمان. فده فهو شاف طريقه تفكيرك وقاسها كمان بالتكنيكال سكيلز، فانت كنت محضر للاثنين، والحمد لله يعني كان ده التكنيكال، وكان في الاخر بقى الاتش ار انترفيو. مم. كان برضه انترستنج قوي، ما اعتقدش ان في شركات كتير بتعمل الفكره دي، كان بيرسوناليتي تيست. ان يا راجل، ده بيرسوناليتي تيست اللي بالنسبه لي هو. كان الموضوع مختلف تماما، بس يعني كانت اسئله مش ريليتد خالص، انت وانت وانت فاضي بتفكر ازاي وانت بتاع، فكان الموضوع بالنسبه لي كان غريب اللي هو بعتني. زي انياجرام وكده ولا صح؟ ايوه، حاجه زي اه كده. اه. ف... فانا عملت يعني دخلت قعدت اتسالت اسئله راندوم جدا، كانوا حوالي 50 سؤال، بتتفرج على التلفزيون وانت قاعد ولا وانت واقف، مش عارف حاجات كده يعني، كانت بالنسبه لي مش آه. ما كنتش فاهمها خالص. وبعدين عملت بقى الاتش ار انترفيو في الاخر، فهو كان بيقول لي ان احنا بنشوف انت البرسوناليتي بتاعتك بتفت جوه الكالتشر بتاعت الشركه بنسبه قد ايه، بس دي ما اعتقدش ان هي في شركات كتير، بس كانت انترستنج يعني. هو اصل انا بدرس اتش ار دلوقتي في الام بي اي يعني، فدرسنا الحته دي ان من وظائف الاتش ار ان هو يتاكد ان الموظف اللي داخل هيفيد في الكالتشر يعني. بس بصراحه يعني ايه، حتى بقى بقول للدكتوره يعني معظم الدراسه بتاعت الاتش ار كلام جميل جدا في الكتب، بس انا ما بشوفوش بيتطبق في مصر يعني. فكويس انت قلت لي ان هو اتطبق في المانيا. ف... اه لا، كان بالنسبه لي يعني مختلف، واللي هو هي بتشوف ازاي يعني، اللي هو لو هيحط لك بقى ديفلوبمنت بلان، لو هيحط لك مم. حاجات معينه انت المفروض تشتغل عليها عشان الجروث بتاعك جوه الشركه، فبيحطوا لك بيزد على البيرسوناليتي تيست بتاعك ان انت مم. اسامه مثلا ما بيحبش يشتغل اندر بريشر، هو مم. بيحب ان انت تديله التاسك قبلها بوقت كبير هو يفكر فيها براحته، هيوصل لريزلت احسن من انت تحطه تحت بريشر. مم. وحد تاني العكس ممكن بيحب، لا هو لو مم. انت اديت له وقت هيقعد يسوف. ف... ف... فالمانجر كمان بتكوميونيكيت مع الكلام ده المانجر. بيروح للمانجر، عشان ده والله ده شيء محترم جدا. كانت لذيذه آه. قوي يعني، ودي آه. كانت من آه. الحاجات اللي كانت اول مره تعدي عليا في انترفيو، ولسه حتى الان يعني المانجر بتاعي بيقعد يفتكر ويقول لي انت شخصيتك كذا، فاحنا هنقعد نفكر فيها بالطريقه دي. يعني فعلا بياخد بالكلام يعني، مش كلام اه نظري خالص. اه اه. طب كويس. على الاقل برضه انت ايه، لما يجي يضغط عليك ولا حاجه تقول له بص لا يعني راجع تاني الشخصيه. طيب الشركه نفسها بقى، انت بقى لك حوالي 3 سنين في الشركه، برضه يعني ممكن تكون ايه اليوز كيسز اللي حصلت يعني. انا برضه متصور حته الباتنس اللي انت شغال فيها يعني، هل محتاجه يعني معقوله انتوا تيم ولا واحد فول تايم؟ يعني حاسس ان هي حاجه كده ممكن تبقى فريلانسنج جوب وخلاص. يعني ايه اهميه الداتا ساينس الفظيعه في حاجه زي كده اللي يخليهم يعملوا تيم داتا، وتقريبا الشركه كلها قايمه على اللي انتوا بتعملوه يعني. طيب، هو عموما حجم الداتا اصلا في الاول خالص حجم الداتا كبير قوي، يعني احنا بنتكلم في البراءات الاختراع اللي موجوده حوالينا، عارف حوالي 100 مليون براءة اختراع او اكتر كمان. والموضوع مهم جدا للشركات والدول كمان اللي بتتنافس مع بعض،
ان هم يبقوا فاهمين كويس قوي ايه هو الترندز وايه هي التكنولوجيز اللي الشركات اللي براءات الاختراع دي بتتكلم عنها. زي ما احنا بنقول كده، براءات الاختراع دي بتبقى بتقول لك ان غالبا العشر سنين الجايين ايه هي الحاجات اللي الناس كلها، او ايه الحاجات اللي هتيجي كمنتج كبرودكتس في الاخر من الشركات دي. مم. مثلا احنا عندنا دلوقتي كومبيتيشن كبير قوي ما بين مثلا امريكا والصين اه. في براءات، لا في ان هم الصين سابقه في حاجات وامريكا سابقه في حاجات، وامريكا بتحاول تشتغل حاجات اللي الصين سابقه فيها والعكس. فهم مم. بيعرفوا ده ازاي؟ بيعرفوا ازاي ده عن طريق براءات الاختراع. هم بيعملوا اناليسز لبراءات الاختراع اللي هي جايه من الصين مثلا، ويعرف ايه هي الترندز اللي المفروض هم بيفكروا فيها. مم. فلو الصين مثلا عملت السنه اللي فاتت بس مليون براءة اختراع، فانا عاوز اناليسز بسرعه يديني هم مركزين على ايه. ممكن تعمل لي كلاسترنج على الباتنتس دي، مم. ممكن تعمل لي توبيك اكستراكشن. مم. طبعا قبل ده احنا محتاجين ماشين ترانسليشن، مم. محتاجين تكست سمرايزيشن، لان ساعات باتنتس بتبقى طويله فانا محتاج اعمل عليها سمري. فبيبقى الموضوع بايب لاين كبير لحد ما توصل في الاخر ان انت قادر انت تعمل اناليسز وتعمل جرافس مثلا. دي الحاجات اللي هم بيركزوا عليها في التكنولوجيز دي. فبتعمل زي تكنولوجي كلاسترنج، وهو بحيث ان هو طب انا لو هبعت الباتنتس دي لشركات معينه فبفهم الماركت شير عامله ازاي، بفهم الكومبيتيشن في الماركت عامله ازاي ما بين الشركات وما بين يمكن سكيل اعلى كمان الدول والقارات. فابقى فاهم انا المفروض اروح فين او الاتجاه بتاعي يبقى ايه. بس هو يعني معنى كده ان الكلاينت بتاعهم هو ايه بقى؟ الشركات يعني هو الكلاينت بتاعهم، ولا ايه الكلاينت بتاعهم؟ يعني عندنا مين اللي بيشتري منهم الاناليسيس دي بقى؟ الحكومة الألمانية مثلا؟ حكومات مم. وشركات واشخاص عاديه. يعني انت مم. كحكومه مثلا بتبقى مهتم ان انت تبقى عارف انت دلوقتي عندك ميزانيه ريسيرش وديفلوبمنت مثلا، البحث العلمي بتاعه الحكومه بتديكيت مم. فلوس لحاجه زي كده. فالمفروض اعمل مم. اناليسز واشوف ايه هي ايه الحاجه اللي المفروض العالم دلوقتي بيركز عليها، فالمانيا المفروض تبقى تركز هي كمان وتحط فيها انفستمنت. مم. مم. الانفستمنت ده مم. مش بيروح اللي هو الفكره دي عجبتني انا هحط فيها فلوس، لا. مم. الانفستمنت بيروح ان هو استراتيجيك انفستمنت، اللي هو حاجه هتيجي كمان 10 15 سنه، او دوله تانية بتفكر فيها، فالمفروض انا كمان ابقى سابق. فده مم. بيبقى اناليسيس احنا بنعمله للحكومه، والعكس كمان لو جوجل بقى او ابل او كده برضو بيكمبيتوا مع بعض، فبيدخلوا مم. يعملوا اناليسيس. احنا عندنا باتنت اونر مثلا، او الراجل اللي بيأون الباتنت، مم. فبقدر اشوف جوجل مثلا بتأون الباتنتس دي واعمل عليها اناليسيس، فبعرف جوجل مركزه الانفستمنت بتاعتها فين، فاقدر ان انا كومبيت معاها او افكر في حاجه تانية تديني بس ايدج اكتر. يعني ده كده، يعني معنى كده الكومبيتيتورز بيشتروا منكم، يعني هم يعني جوجل هتشتري منكم مثلا تفهم مايكروسوفت شغالة في ايه، ومايكروسوفت هتشتري منكم عشان تفهم جوجل شغالة في ايه مثلا. فانتوا بالظبط. هو هي بتبيعوا للاتنين يعني. هما هي مش بنبيع على قد ما هي اناليتكس بلاتفورم. يعني هي انت بتدخل اصلا عندك الداتا، بتعمل دراج دروب وبتعمل قصدي جراف. باشتراك بقى مثلا او كده يعني. بالظبط. فانت بتبقى اناليتكس اون ذا سبوت، انت بتقعد بقى تشوف الترندز كلها بتاعت التكنولوجي وتدريل داون مثلا لامريكا، تدريل داون للشركات اللي في امريكا، فتبقى مم. فاهم. واي حد يقدر يدخل يسبسكرايب ويدخل يعمل الاناليسيس اللي هو عاوزه. حلو والله الموضوع ده سمعنا بص. يعني دخل دماغي يعني. لذيذ يعني. ده اللي انا شغل بقول لك، عالي. يوم بتعلم فيه جديد، حاجه جديده. وحته انا مش عندنا شويه اه. في الشرق الاوسط ان احنا بنفكر في حته لا براءه احنا ولا الاختراع عارفين دي. اصلا البيتنسي، يعني مش عارفين العالم بيعمل ايه حاليا. يعني اهميه الحاجه دي، ودي كان بكلمك عليه، ان الموبايل اللي انت ماسكه في ايدك 60 70% من ثمنه رايح لبراءات الاختراع، مش لثمن الموبايل، مش لثمن الهاردوير. هو مم. مكلف الشركه حرفيا مثلا $100 بس، بيتباع ب $1000، او بيتباع بست سبع اضعاف ثمنه، ثمن براءات الاختراع اللي وراه. مم. 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 الموضوع مم. بالنسبه لهم لا بس هو السؤال برضو، هل فعلا بقى، يعني مش عارف دي انت يعني بتحتكوا بيها ولا لا، ان هل فعلا بقى في، يعني بتقدروا فعلا تتوقعوا ايه البرودكتس الجايه بعد 3 4 سنين وبتلاقوها مثلا؟ يعني في يوز كيسز فعلا حصلت كده ان هو
من 5 سنين مثلا كنتوا بتعملوا اناليسز على بيتنتس معينه، وبعد كده لقيتوا فعلا الصين ابتدت تعمل مثلا البرودكتس دي او كده، ولا الكلام ده انت مش لامسينه على اساس ان انتوا بتسلموا بس الاناليسز وخلاص؟ حاجة مثلا عندك حاجة زي الجي بي يوز مثلا، اللي هي دلوقتي، او كروت الشاشة اللي دلوقتي بيتعمل عليها تريننج لللارج لانجوج موديل. امم. لولا اصلا ان انت عندك نيفيديا، كروت شاشة نيفيديا قوية، عمرك اه، ما كنت هتوصل انت تترين لارج لانجوج موديل بالمنظر الرهيب اللي عندنا ده. زي تشات جي بي تي وكده، يعني الحاجات دي بالظبط طالعه زي تشات بسبب جي بي تي اه. وكل المودلز وديب سيك والحاجات اللي بقت موجوده دي. فاللي ورا اللارج لانجوج موديل دي جي بي يوز، والجي بي يوز دي في الاخر هي سيمي كوندكتور او اشباه موصلات، فدي بيزد على براءات اختراع اتعملت. امم. البراءات الاختراع دي بقى لها 20 سنه، اتحولت لبرودكت عمل لنا جنريتيف اي اي دلوقتي. انا امم. كان واضح قوي من الاناليسز ان امريكا شغاله على فكره السيمي كوندكتور، بيعملوا براءات اختراع من سنين امم. وصلت لللارج لانجوج موديل دلوقتي. فدي امم. حاجه مش جايه ايوه. دلوقتي اللي هو هم اكتشفوا حاجه طلعت من اللا شيء، امم. هو اناليسيز انت بتعمله بتقدر تبريدكت ده هيوصل لده هيوصل. ده شيء محترم جدا والله. بتخش بقى في حتة الأسلحة والحاجات اللي زي كده ولا؟ يعني مثلا احنا هل كده طلعنا بره البودكاست صح؟ اه لا لا، يعني الجيش الامريكي مثلا او البيتنسز، مش هو اصلا انتوا اي بيتنسي بتتعمل في اي في العالم اصلا بتبقى بابليك، في حاجات اكيد بتبقى سريه ولا ايه؟ لا مش لا ما ينفعش ان هي تبقى سريه. يعني هو اصلا انت، هي فكره الباتنت ان انت بتعمل او بتعمل براءه اختراع ان انت بتحمي الفكره بتاعتك. يعني لا انت اقصد ايوه صح صح، بس يعني اقصد ايه، يعني في ابحاث علميه الجيوش بيعملوها اكيد اكيد دي، بس دي ما بتعملش بقى بيها براءه اختراع اصلا، دي بيبقى هم يعني جوه الجيش وخلاص، بتبقى سريه وخلاص يعني. بالظبط. لكن انت لو عندك فكره معينه، انت دلوقتي اكتشفت ان مثلا لو حطيت بيض على دقيق هيعمل كيك. ايوه. فانا عايز احمي الفكره دي ان ما حدش تاني، ما هو اي البيض والدقيق موجودين في السوق، بس لا، بس انت اللي اكتشفت مقادير معينه هتعمل بيها الكيكه دي. فانا عايز احمي الكيكه، وده بيخلي، والمفروض بقى ان انت لو عندك نظام اللي هي فكره الانتلكشوال بروبرتي، او ان انت بتحمي الحمايه الفكريه للافكار بتاعتك، فاي حد بيعمل كيكه بالمقادير اللي انت اكتشفتها ببراءه الاختراع بتاعتك المفروض بيدفع لك فلوس. المفروض يديك فلوس بقى، فهم بيبقى لازم الحاجه دي تبقى بابليك علشان مم. الناس تبقى عارفه، وفي زي نظام مكاتب براءه الاختراع هي اللي بتسجل وبتراجع. ولو حد راح بنفس المقادير قال انا عايز اعمل براءه اختراع، بيبصوا على الداتابيز مم. ويقول لك لا ده في ياسر عمل براءه الاختراع دي قبلك، فانت مم. محتاج تعملها. لو انت عاوز انت تعمل مصنع او حاجه، تدفع لياسر فلوس على مم. كل برودكت، بيبقى ليه نسبه انت بتتفق بيها معاه. مم. مم. بتقعد مم. اصلا انت عملت براءة اختراع مره واحده، بس تقعد تكسب منها كل. وتعيش بقى، تنام بك فلوس تجيلك بقى. بالظبط. يعني انا اتصدمت مثلا ان براءة الاختراع ممكن توصل ثمنها ل 20,000 يورو. انا كواحد هعمل براءة اختراع مم. ممكن تكلفني 20,000 يورو، بس بكسب منها قد ايه لو الفكرة حلوة؟ بفضل اكسب منها طول حياتي. اصلا هو بيعمل براءة مم. اختراع ويعيش عليها باقي حياته ده 20000 يورو ده عشان يسجلها، انما بقى هو قعد سنين فيكسب منها. يديفلوب فيها بقى. لا وكمان قعد سنين برضه يديفلوب فيها ان هو عشان يوصل لها يعني. بالظبط. الله المستعان. طيب يعني انا حاسس ان طلعنا شويه، بس كانت حاجات بصراحه نفسنا نسال فيها. طيب احنا دلوقتي يعني ايه، خلينا نقول ان احنا في 2025 والجنريتيف بقى اي اي ابتدى يطلع والال ال امز والكلام ده، ف الدنيا اختلفت تمام. الدنيا اختلفت جامد. يعني الجين اي اي عمل ايه، غير الداتا ساينس، او الداتا ساينس اتغيرت ازاي دلوقتي ومتجهه لفين، وازاي انا كحد عايز ادخل مجال الداتا ساينس اواكب هذا التغير؟ يعني من وجهة نظري دلوقتي ان خلاص الجنريتيف اي اي دلوقتي بقى واقع. يعني هي بقت حاجة موجودة في حياتنا، يا نواكب معاها ونتعلمها، يا هتعدي، يا القطر هيعدي وهيسيبنا. يعني احنا لازم دلوقتي ان احنا كلنا نبص، وكل واحد فينا مهما كان مجاله مش بيأثر بس على الداتا ساينس والداتا اناليتكس، ايا كان المجال انت لازم تبقى فاهم شوية حتى لو بيزكس ايه هو الجنريتيف اي اي وشات جي بي تي والحاجات دي شغالة ازاي،
واقدر استفاد منها ازاي في مجالي. مم. مم. فايا كان مجالك المفروض انت تدخل حتى تاخد بيزك نوليدج عن الموضوع. وبقى في حاجات كتير دلوقتي، مثلا برضو اندرو ان جي عامل بلاتفورم اسمها deep learning دوت اي اي، بتديك نظام كراش كورس، هو فري، كلها فري، تديك نظام كراش كورس كده ممكن تخلصه في يوم. مم. يديك فكرة مثلا دي ازاي تستخدم الشات جي بي تي مثلا في ان انت تعمل سيكوال، مثلا ان انت تكتب له كلام وليكن انا عاوز حسابي في البنك دلوقتي بقى فيه كام فلوس مثلا، وهو يحول الجملة دي لسيكوال سيلكت كاونت مثلا او سم مم. فروم التيبل مم. ده. فانت لازم دلوقتي تاخد النولج دي، لان هو خلاص، هو اوريدي ده بقى تغيير حاصل، لازم مم. كلنا نواكب معاه ونكمل. طب هو يعني ماشي برضه كتحضير للموضوع يعني. زمان مثلا احنا كنا بنذاكر مثلا ايه ماشين ليرنينج بايثون مش عارف ايه، هل الكلام ده هيتغير ولا مش هيتغير قوي وهيتضاف عليه بس حته ان انا اذاكر الجين اي اي؟ الشركات ابتدت تستخدمه ازاي برضو يعني؟ هم مستنيين اكون عارف عنه ايه بالظبط، او ايه اليوز كيسز اللي انا ممكن استخدم الكلام ده فيها مم. يعني؟ برضو لو ايه تدينا لمحة عن هذا الموضوع يعني. طيب خليها في الأول فكرة المذاكرة والحاجات دي، إن أنت فكرة إن أنت تهتم بالأساسيات بتاعة مجالك دي بقت زي ما احنا اتفقنا في الأول، إن مفيش أي حاجة هتيجي هتخليك يعني تبعد عن الأساسيات أو تبدلها يعني. مم. ده أساسي. احنا زي ما قلنا مثال الشجرة اللي أنت ممكن يطلع لك لأن هو كده كده في حاجة اسمها hallucination، في حاجة اسمها بيهيس في مم. النص، فهو ممكن ياخدك ويسرح بيك. هو ممكن يسرح بأي حد، بس مش هيسرح باللي فاهم، مش هيسرح مم. بالراجل اللي مذاكر كويس اساسيات مجال. فايا كان الجنريتيف اي اي او الشات جي بي تي والحاجات اللي موجوده دلوقتي، عمرها ما هتريبليس الفهم. مم. انت لازم، انت ستيل عندك السنس بتاع الماده العلميه الصح اللي هتقدر توجهه، وده اللي هيفرق ما بين اي حد والتاني. مم. بس فده مبدئيا بالنسبه للحاجات اللي انا هذاكرها في مجالي. فانت كده كده الفاندمنتالز دي هتبقى. بقى. مم. النقطة التانية كان أنا سرحت شوية عن السؤال، بس كان يعني الشركات بقى يعني يعني انت دلوقتي خلاص الجين اي اي جه، شغلك اختلف ازاي في الشركه؟ ماشي انا فاهم ان احنا يعني احد الحاجات احنا اكيد هنستخدم شات جي بي تي عشان يساعدنا ان احنا نشتغل، بس هل في حاجه اكتر من كده؟ هل يعني الشغل نفسه انت كداتا ساينتست شغلك اتغير ازاي بعد ظهور الاي اي؟ حلو. يعني بقى في كده كده شغلك اللي هو في الديلي لايف، لو أنت عندك أسئلة معينة جنرال كده تقدر تكلمه فيها، يقدر إن هو يصلح لك كود، يقدر ان هو يفكر لو انت عندك فكره ان هو يطورها لك ويحطها لك في بوليت بوينتس، والحاجات اللي هي الديلي تاسكس اللي كانت ممكن انت كنت تقعد تاخد وقت تفكر فيها كتير، هو ممكن يأثر لك الوقت ده ويحدد لك تو دو ليست ويبريترايز حاجتك، او حتى يعمل لك زي موك انترفيو. ممكن تقعد انت تقول له لو انا داخل انترفيو داتا اناليتكس ممكن تسالني ازاي وقيم لي اجاباتي في الاخر وقول لي انا دي هتقبل. فكرة حلوة دي. كنا عمالين نتكلم ازاي تحضر نفسك للانترفيو، فممكن ف... شات جي بي تي. فدي ممكن ان انت تدخل تقول له انت راجل ده الجوب ديسكريبشن وانت راجل شغال في الشركه دي، فممكن تعمل لي موك انترفيو، ايه الاسئله اللي ممكن تتسالها وقيمني في الاخر وقول لي ايه الريسورسز مثلا انا ممكن ادخل ابص على الحاجات اللي ناقصاني فاتعلمها، وتدخل مثلا تعيد معاه الفكره دي بدل ما تدفع فلوس. ففكره الحاجات دي كلها دلوقتي بقت متاحه، تقدر انت تعملها وتدخل تتدرب عليها، وبقت بتوفر لك وقت كبير وفلوس لو انا عرفت استخدمها. مم. فده ك كانترفيس بقى متاح دلوقتي. طب مم. بيهايند الانترفيس ده ازاي بنستخدمه بقى جوه الشركه؟ انت بتستخدمه دلوقتي ان انت بيبقى بيريبليس موديلز كتير قوي. انت كنا بنقعد نبذل فيها مجهود كبير ان احنا نعمل تريننج ليها وقت طويل، بالذات في مجال ال NLP اللي احنا بنتكلم عنه. يعني كنا بنعمل تريننج وما تعرفش الاكيرسي انت توصل لها قد ايه في الاخر. دلوقتي انت عندك الفرصه ان انت تستخدم الحاجات دي على طول اوت اوف ذا بوكس، ان انت تعمل لها انتجريت مم. جوه البلاتفورم بتاعتك، مثلا تستخدمها ككاستمر سيرفيس، مم. ان حد مثلا ككاستمر سبورت ان هو يدخل ويكلمه ويجاوب الاسئله الاساسيه، مجرد بس ان انت بتلينك بالداتابيس بتاعتك.
هو عارف مثلا ايه هي البرودكت، ايه الحاجات اللي عندك مثلا جوه البلاتفورم، وهو بيقدر يجاوب لان هو عنده كده كده السنس بتاع الهيومن، لانه اتعمل له ترين بس. ومن اكتر الناس اللي بتعمل الحته دي بيوريك ازاي تبني بيزد على تشات جي بي تي والحاجات دي، ابو بكر سليمان برضو، الناس اللي هي الخطيره يعني على لينكد ان، وبيعمل هو كمان كراش كورسز فري على اليوتيوب، فتقدر انت تدخل تتفرج عليه برضو. ممكن نبقى نحط اكيد اللينك بتاعه في الديسكريبشن يعني بعد ما نخلص. فده يعني بقى في يوز كيس كتير قوي بقيت تقدر انت تستخدمه على طول ويوفر عليك وقت الترين. زي ايوه. مثلا الماشين ترانسليشن قبل كده كانت بالنسبه لنا صعبه قوي، ان انت تقعد مثلا اللغه العربيه مثلا انت تشوف عربي وتترجم للغه العربيه بقى، كان الموضوع ده صعب. دلوقتي انت مم. ممكن تكلمه عامي مثلا، مم. فسنتمنت اناليسيز، ويبقى فاهم السنس اوف هيومر وفاهم الكلام ده كله. فبقى في يوز كيسز كتيره قوي انت بقيت تقدر تستخدمه اوت اوف ذا بوكس جوه البتاع، بدل ما انت تترين موديل تاخده كبري ترين، ممكن تعدل فيه شويه حاجات، تعمل له فاين تيوننج، مم. تخليه يركز في الحاجه اللي انت شغال فيها. لان هو مم. دلوقتي هو جنرال بيربس اي اي، مم. بيشتغل لو هتكلمه في اي حاجه هو يعمل. انت لا بتعمل حاجه اسمها برومبت انجينير، مم. او بتديله اوامر معينه ان هو ما يتكلمش بره الحاجات اللي انت محددها له. ايوه، في هو اصلا اظن يعني في كراش كورسز تعلمك ازاي تعمل برومبت انجينيرنج مظبوط يعني. وده اللينك اللي هبعته لك برضو، يمكن اللي هو deep learning دوت ده اي بتاع اي. اندرو ده. اه. عنده مم. عامل عامل كراش كورسز كتيرة قوي، بيوري لك فيها كذا فكرة وكذا حاجة انت ممكن تقدر. حلو قوي، مهم قوي. عايز اقول فلا، لك لغايه دلوقتي ناس ما بتستخدمش تشات جي بي تي صح يعني. بالظبط مش عارفين الكابابيلتيز بتاعته، يعني انت مم. مش عارف انت ممكن تستخدمه لحد فين. مم. فهو هيبقى حلو قوي بالنسبه لك، سواء بيرسونال او ديلي لايف زي ما احنا قلنا في انترفيو وتو دو ليست والحاجات دي، او كمان جوه الشركات ان انت بقت بدل ما تترين مجرد تفاين تيون حاجه بسيطه وتبدا ايوه. تستخدمه وتعمل بيه مم. يوز كيس. زي ما قلنا مثلا ان انت ممكن تكتب سيكو، حد مش بيزنس يكتب سيكوال كويري. يعني انا فاكر ان احنا واحنا جوه اتصالات مثلا، كانت ناس كتير من البيزنس يجوا يقولوا لنا احنا دي الريكوايرمنت وانا نفسي مم. اعمل واحد اتنين تلاته، وانت يا دوب بتقعد طول اليوم تقعد تكتب. تعمل مم. الريكويرمنت بتاعتهم دي في سيكوال كويري مم. وترن له وتبعت له الداتا. دلوقتي لا، انا ممكن اعمل بشات جي بي تي اصلا ان انا اترينه على الموديل، اعمل له فاين تيوننج، اقول له ايه التيبلز اللي عندي، والراجل اللي هو ده بيدخل يتشات معاه بس يكتب هو نفسه في ايه ويطلع ويتحول لك داتا. كويري على طول اون ذا سبوت. وهو يقعد بقى يغير، يقول له لا انا مش عاوز ده، انا كنت عاوز ده، كنت عاوز مم. الريفنيو، انا ما كنتش عايز مم. افريج، عاوز ماكسيمم، ويقعد يعدل له السيكوال كويري لحد ما في الاخر يوصل للي هو عاوزه. فانت بس وفرت اللير اللي بس انت كده ده هتدخلنا في حته صعبه قوي، ان الاي اي كده هيستبدلنا ولا ايه الكلام؟ يعني يعني ممكن هيستبدل مثلا، مش عارف، ده ممكن يستبدل بقى يعني مثلا داتا اناليست، مثلا لو حد داتا اناليست ومعظم شغله سيكوال، فخلاص ممكن يعني يستغنوا مثلا عن نص التيم مثلا، وعشان الناس بتوع بيزنس بيكتبوا سيكوال. وبرضه نفس القصه الناس بتوع داتا ساينس، بدل ما كانوا مثلا بيهيروا ناس كتير عشان يقعدوا بقى يديفلوب بقى في موديلز ولا بتاع، الموضوع بقى أسهل. فهل هيأثر على الفرص والشغل وكده ولا؟ 100%. يعني دي 100% من حاجات خلاص، ما هو ده اللي بقول لك، هو ده بقى واقع، وهو قطر ماشي، يا نركب يا هيدوس. اه. ف... اه. فان انت بقيت كديتا اناليسز، انت تقول انا بعيد عن حته الجنريتيف اي اي، انا مش هتيجي عندي، او ان انا كده كده انا مركز في طريقي وماليش دعوه بالترند اللي طالع ده. لا، هو خلاص بقى امر واقع. ففكره ان انت بقيت لازم مع التكنيكال سكيلز بتاعتك انت تدخل ازاي اقدر اعمل برومبتنج، او ازاي اقدر ان انا ابقى فاهم. ده الايدج اللي هيخليك ان انت، انا ممكن انا ابني لك، انا راجل عندي الداتا اناليتكس سكيلز، عارف السيكوال ده بيتبني ازاي، مم. مم. اقدر ان انا وعارف وفاهم جنريتيف اي اي، فاقدر اساعدك ان احنا نبني البروجكت بتاع اللي هو تكست تو سيكوال اللي مم. هيساعد البيزنس بعدين. فانت مم. بقيت مم. تقدر انت تعمل يوز كيس لان انا عندي النولج بتاعت مم. الاناليسيس، يعني فهقدر انا ابني الموديل او يعني اقدر اوجهه. يعني اقصد من الاخر، انا عشان يعني لا استبدل بالاي اي، محتاج اعمل ايه؟ اول حاجه اتعلم الاي اي نفسه. بالظبط، ما تتعلمش اه. الموديل، ما تتعلمش مش لازم بقى اخش ده وابحث، استخدمه يعني. اه. بس لازم على الاقل يبقى عندي حتى لو بيزك نولج او انترودكشن كده عن الموضوع ده. مم.
لان هي عاجلا ام اجلا الموضوع هيجي مم. على طريق. مم. فمثلا انا راجل جرافيك ديزاينر، انا عندي النولج بتاعت الجرافيك ديزاين وعندي السنس بتاع الفن نفسه. مم. ده مش موجود عند حد تاني. بس هيجي لي وقت اللي هو بدل ما يبقى عندي 6 7 جرافيك ديزاينر، لا هيبقى عندي 2، لان بقى الشغل الروتيني بقى موجود ال ام بيعمله او الجينيريتيف اي اي، ان هو مم. بيديني الصوره. بس لا انا عايز بقى اللي هو عدل لي فيه والالوان دي مش ماشيه مع بعض، وتقعد انت تتعدل في الاوامر اللي انت بتديها له لحد ما توصل للفكره اللي في. مم. فده بقى فيه 2، بدل ما عندي واحد بيرسم والتاني بيعدل، لا بقى عندي واحد بس بيرسم والجينيريتيف اي اي هو اللي بيعدل. ايوه. مم. مم. فانت لو انت مم. عندك فكره البرومبت انجينير او عندك فاهم هو الجينيريتيف اي اي بيشتغل ازاي، تبقى انت الجرافيك ديزاينر اللي قاعد ايوه 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 شغل. مم. 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 يعني لازم يبقى بقى دي عندنا. فكرة خطيرة جدا. مم. وانت برضو طلعت لي فكرة ان يعني لازم حتى احنا كداتا سكول او كده، او يعني اي شركة، يعني انا اعلم الناس ازاي انتوا في مجال الداتا استعملوا الاي اي، والناس بتوع الجرافيك ديزاين يعلموا الناس ازاي تستخدموا الاي اي في الجرافيك ديزاين. يعني كل واحد يدور على ازاي الاي اي يعني ازاي يستخدمه في المجال بتاعه. 100%. اه. 100% دي بقت مم. حاجة يعني ما مم. بقتش رفاهية على قد ما هي لازم تعملها، وهي دي الحاجة اللي مم. هتفرقك عن أي حد في المجال مم. 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 وهتخليك تكمل، يعني زي ما مم. بنقول كده آه. سستين السكيلز بتاعتك في المجال. ايوه ايوه. مم. طيب الله المستعان. طيب عشان بس ايه ما اطولش عليك، احنا ممكن بس ايه برضو سؤال اخير كده. الداتا ساينتست والداتا اناليسيس، برضو مم. الناس بتنط على الداتا ساينس، او مش يعني في ناس بتنط على الداتا ساينس، في ناس تقول لك لا انا ما اقدرش انط على الداتا ساينس، لازم اشتغل داتا اناليست الاول عشان اشتغل داتا ساينتست. اوكي. فانت من وجهة نظرك هل في تقاطع ما بين الداتا ساينس والداتا اناليسيس؟ وكشغل هل عادي ممكن اشتغل داتا ساينتست على طول، ولا لازم اشتغل داتا اناليست الاول بعد كده شفت الداتا ساينتست؟ انا هتكلم عن الخبره بتاعتي، ما اعرفش ممكن برضو مم. يكون ناس تانية عندهم اكسبيرينس مختلفه، بداوا بطريقه تانية مختلفه او كده، فاعتقد ان هي بتفرق من شخص للتاني مم. بطريقه بشكل كبير. بس هي من وجهه نظري ان انا شايف ان الداتا اناليتكس عموما هي سبست من الداتا ساينس، يعني مم. ده بيزد على الاكسبيرينس بتاعك، ان في سكيلز معينه كده لازم انت كداتا ساينس توصل لها، هتلاقي منها نسبه كبيره في الداتا اناليتكس. الاوفرلاب اللي ما بين المجالين كبير قوي، ان ما كانتش الداتا اناليتكس جزء او سبست، مم. مم. وهي البيزك نوليدج بتاعتها كمان. يعني حاجه زي هتلاقي الاثنين بيستخدموا سيك، الاثنين مم. لازم يعرفوا يستخدموا بايثون، الاثنين لازم يعملوا فيجواليزيشن واكسبلوريتري داتا اناليسيس. حتى لو انا هبني موديل في الاخر، بس الشغل اللي بيعمله الداتا اناليتكس ده انا لازم كداتا ساينتست ابقى فاهمه وعارفه ومتقنه بشكل كبير، والا مش هعرف ابني موديل في الاخر صح، او انا مش مم. عارف اعمل اكسبلور للداتا بتاعتي، او اعرف مم. الداتا دي فيها ايه، واقدر اعمل اناليسز ليها صح، اقدر اكتشف هل الداتا دي فيها عيوب، هل الداتا دي فيها ترندز معينه مم. المفروض انك تكتشف. فالداتا اناليتكس هي جزء كبير من البيزك نوليدج بتاعت الداتا ساينس. فانا شايف ان اي حد لو عايز يوصل للداتا ساينس لازم يذاكر حاجات الداتا. مم. مم. الموضوع مفهوش من وجهة نظري او الاكسبيرينس بتاعتي، ان انت لازم، الموضوع مش اختيار، الموضوع ده لازم تعمله. ومن واقع دلوقتي اللي انا شايفه في الماركت، ان الاوبورتيونيتيز بتاعت الداتا اناليتكس اكبر من الداتا ساينس مم. يعني، او ان كمان فكره ان الجوب تايتل بتاعك داتا اناليتكس بيفرق كام الف كده في السالري، او بيفرق كمان في السالري بتاعك. فبيبقى مم. الشركات بتبقى عايزه داتا ساينتست بس بتسميها اناليتكس علشان اه. هو عارف انه هيوفر فلوس شويه، اه. فيقول اه. لك انا هنزل داتا اناليتكس. فانت ممكن لما تدخل الشركه اصلا هتلاقي نفسك انت بتعمل الاثنين، انت بتعمل مم. الشغل ده والشغل ده، بس على الاقل اللي هيسالك في الانترفيو هو مجبر يسالك في الحته اللي هو عامل عليها الجوب تايتل. مم. مم. ف... مم. فدي تريك انا يعني حصلت معايا كتير، ان انا بدخل انترفيو يسالني داتا اناليتكس واعدي تمام، وبعد كده يجي في الاخر كده يسالني سؤالين داتا ساينس. يعني لو في جنة يوز كيس هتعملها، مم. هعملها انا يعني عندي واحد. مم. مم. فالاوبورتيونيتيز بتاعت الماركت بطبيعه اسم الداتا ساينس للاسف بقى خلاص مربوط بان هو بيج سالري، فالشركات ما بطلت تبعد عن، يعني بدات تبعد عنه شويه. مم.
والداتا اناليتكس بقت كمان يعني الopportunities بتاعتها اكبر بكتير، ان انا محتاج في ان انا محتاج بس اعمل اناليسز، مش محتاج ابني موديل، انا عايز حد انسايد بسرعه. وهتبقى ستيب بالنسبه لك حتى لو اشتغلت مثلا سنه او اتنين اناليتكس وعايز تبقى داتا ساينس، وبتذاكر مثلا كمان بتكمل بقى النولج بتاعتك او الحاجات اللي ناقصاك، هتقدر انت تشفت وتروح داتا ساينس. وممكن كمان يعمل يوز كيس جوه اللي هو الشغل اللي هو شغاله. يعني انت عندك الداتا وعندك وانت في الشركه، اعمل على جنب كده مع نفسك موديل او كده، يعني تعمل شغل داتا ساينس يعني. بالظبط. فده هيبقى يحتسب اكسبيرينس يعني. مم. طيب ماشي، يعني عايزين بقى كده اخر حاجه كده قبل ما نختم. انت طبعا يعني ما شاء الله شيرت كميه ريسورسز محترمه جدا، ربنا يعيننا كده ونجيب اللينكات دي للناس. ان شاء الله. بس لو انت عايز تشير كده مثلا 3 ريسورسز بقى، يعني على مدار السنين كلها انت حسيت ان هم دول اكتر 3 ريسورسز فرقوا معاك، يا ريت تقول لنا عليهم. ايا كان بقى في اي حاجه، يعني داتا ساينس ولا في السوفت سكيلز ولا في الاي اي، يعني يعني اكتر 3 حاجات يعني. بالنسبة لي يعني الحمد لله عندي هابت كده بدأت تتبني مع الوقت، ان انا كل يوم لازم على الاقل ان انا بشوف ارتكل مثلا على ميديم او نيوزلتر او اي حاجة متاحة بالنسبة لك، ان انت كل يوم تشوف الدنيا بتتكلم عن ايه، او هقرا ارتكل عن حاجة جديدة. هتاخد منك مجرد 5 دقايق او 10 دقايق، بس انت ما تحسش انت بعيد عن البتاع. وبيبقى بالنسبة لي احسن كمان من ان هي فكرة لينكد ان بوست، بيبقى مم. مختصر قوي عن ارتكل ان انا هخش واقرا وفي لينكس، فاقدر ان انا حتى سيف لوقت تاني ابص عليه. فانت ماشي. دايما بتفضل اب تو ديت كده مع الموضوع، فعلى الاقل كل يوم حط، لان بالذات لو انت في مجال الداتا ساينس والداتا اناليتكس مم. المجال بيتغير بطريقه. مرعبة، محتاج قراية جامدة جدا. مم. فعلى الاقل كل يوم لازم عندك يعني تاسك كده الصبح 10 دقائق او 5 دقائق تبص على ارتكل او اي حاجه. مم. فدي من الحاجات اللي هي فرقت معايا، وبتهيألي ان هي هابت لذيذه. وميديم يعني ممكن ابقى حتى اكيد الناس كتير عارفه ميديم، فممكن واظن فتح في مصر، يعني كان مقفول، واظن بقى مفتوح دلوقتي تقريبا يعني. ان شاء الله يكون فتح يعني. ان شاء الله، سواء او بقى في مصادر تانية، يعني في مصادر اه تانية ممكن يشغلوا VPN بتاع، يعني ما علينا. يعني تقدر تتصرف. بالظبط. احنا كنا بنتصرف، وكنا مش عارف بنحط دوت وبنشيل حاجات وبتاع، وكان بيظبط فبيفتح معانا في الاخر. فدي رقم واحد. رقم اتنين اكيد هاندس اون ماشين ليرنينج، كتاب الناس كلها بتريكومنده في فكره ازاي تبني موديل، وازاي تعمل يوز كيس وبورتفوليو وحاجات كده. ده الكتاب ده مليان يوز كيسز. كتاب اسمه ايه؟ هاندس اون ماشين ليرنينج. تمام. ده بقى موجود PDF فور فري يعني برضه هبعت لك اللينك بتاعه برضه. اوكي. فده من ضمن يعني هو ده الهاندس اون ماشين ليرنينج والسايكت ليرنينج. فممكن تلاقي منه مثلا نسخ قديمه شويه مم. فري، او ممكن الحاجات اللي هي الثيرد اديشن مثلا او السكند اديشن ممكن تبقى فلوس. مم. بس مم. هو كتاب اساسي ان كل الناس لازم تعدي عليه. مم. وكان في كتاب تاني انا مش فاكره، بس كان تقريبا 100 بيج داتا ساينس او 100 بيج اوف ماشين ليرنينج. مم. الكتاب ده لذيذ قوي برضو، ان هو بيديك زي انترودكشن سريع كده، بيديك الدنيا كده ايه. انا بادئ المجال ومش فاهم هو بيتكلم عن ايه، مم. ومثلا اللينير ريجريشن مكتوب فيه كتب، والديب ليرنينج مكتوب فيه مم. كتب. طب يعني هبدا ازاي؟ بس هي فكره 100 بيج. انا بالنسبه لي كشخص بحب ابدا الاول، اديني الدنيا كده، اديني الفول، اه وبعد كده انا هخش ادور خش في في اللي انا عايزه. الديتيلز. هي ف 100 بيج في ماشين ليرنينج ده كان لذيذ قوي ان انت تبدا بيه، مم. مم. ويديك زي اوفر فيو بشكل عام يعني. فدي ده لو شيء محترم يعني. جدا. مم. والله يعني مش عارفين نقول لك ايه يا استاذ اسامه، يعني انت يعني بودكاست رائع جدا. طيب انا والله في كميه حاجات برضو كتيره يعني، بس انا هسيب لك انت الفلور، يعني لو انت عايز تقول حاجه احنا ما غطيناهاش، لو عايز تقول اي نصايح اي حاجه، هسيب لك الدنيا، يعني ايه لو حابب تتكلم في اي توبيك احنا ما غطيناهوش قبل ما نقفل يعني. يعني متهيألي احنا قلنا حاجات كتير يعني في البودكاست. لو انا انا اظن لو خدوا البودكاست ده خلاص هيخشوا يشتغلوا بعديها.
ربنا يعني اتمنى اي حد ينتفع حتى لو بحاجه بسيطه، بس يعني الاهم حاجه في المجال زي بتاعنا اللي هو انت تشتغل ما تزهقش، طالما انت مؤمن بحاجه معينه هتوصل لها يعني. يمكن ده كان يعني احنا زي ما ابتدينا في وقت كان صعب قوي من 10 سنين مثلا، ما كانش في حاجه اسمها داتا ساينس ولا داتا اناليتكس ولا لارج لانجوج موديل، بس في الاخر بشويه اصرار وبتاع وصلنا الحمد لله. فدي يمكن نصيحه لاي حد، اللي هو طالما انت عندك هدف معين والريسورسز دلوقتي كتير بقت متاحه، هتقدر توصل له، بس الموضوع محتاج شويه صبر، او صبر كتير لحد ما توصل يعني لهدفك، بس اكيد هتوصل.